عرفتش عدوي من صديقي. جبال الصبر اطلعها وابكي، وبحر الملح اسهل من طريقي. مخبي تحت قلبي قلب تاني، مخبي تحت قلبي قلب تاني. وامتى احب من قلبي الحقيقي، وامتى احب من قلبي الحقيقي، وامتى احب من قلبي الحقيقي. انت لسه حسنية؟ ايوه لقيته جوزي. خش فتش. فتشوا ايه؟ في حاجه ياما؟ لا يا عتريس مفيش. ما تخافيش يا وفاء. ده صناديق جوه يا فندم. الصناديق دي بتاعتك؟ ايوه يا بيه بتاعتي، فيها صابون. افتح. ايه ده؟ صابون من فوق وحشيش من تحت. حشيش ايه يا بيه؟ احنا ما نعرفش الحشيش حشيش ايه يا بيه؟ دول كانوا عند كوثر هانم، بعتتهم لي اول امبارح وقالت لي مش عايزه الصابون. اسالها، دي ست طيبه قوي يا بيه. والاوراق دي بتاعتك؟ لا يا بيه مش بتاعتي، ما اعرفش حاجه عنها. ازاي؟ ده حوافز من البنك باسمك. حافظ من البنك؟ بنك ايه يا بيه؟ ده احنا غلابه مش لاقيين ناكل. بنك ايه؟ حرام عليكم. هتروح. يا بيه الصناديق دي بتاعتي. الست كوثر هتقول لك ان الصناديق دي بتاع الصابون. انا بتاع الصابون، مالي انا ومال المخدرات. يا فندم الست دي كانت بتستعمل بيتي كمخزن ليها. انا ست طول عمري محترمه وفي حالي، فكانت بتستغل المكان المحترم ده كمكان امين لنشاطها. مش مظبوط يا ست كوثر. تعال انت وهو. ايه اقوالك؟ الهانم بتاعتنا ما كانتش تعرف اي حاجه عن الصناديق دي ولا عمرها شافتها. الست كوثر هانم كانت بتحب تدي حسنيه فلوس والسلام. وانت يا بواب؟ كان بيستناها بيه ناس بره وياخدوا منها الصناديق. ما حصلش. انا عندي عيال عايزه اربيهم يا بيه. ولما انت عايزه تربيهم ماشيه غلط ليه؟ ليه بتعض الايه اللي اتمدت؟ انت كدابه، والرجاله بتوعك دول كمان كدابين. اما واضحه صحيح. انا ما اعرفش حاجه عن الصناديق دي، عمري شفتها. ما تتكلمي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ظلمه. مش عايز ولا كلمه. انتهت المواجهه. الورق ده عباره عن حوافظ بنوك، فلوس محطوطه باسمك بمبالغ تصل الى 10,000 جنيه. مش معقول يا بيه 10,000 جنيه. ومش معقول ان صابون الدبابه اللي بتشتغلي فيه يكسب الفلوس دي كلها. يا بيه ده احنا غلابه مش لاقيين ناكل. الورق ده ما عنديش فكره عنه، لازم حد ليه غلط حطهولي. يا سلام على البجاحه. انت ما عندكيش ضمير. بس خلاص. اكتب. قررنا الافراج عن السيده كوثر انور الطايع بضمان محل اقامتها، ويتم الافراج عنها من سرايا النيابه. ثانيا، تحجز المتهمه حسنيه احمد فرحان 4 أيام على ذمه التحقيق، ويراعى تجديد الحجز في الموعد القانوني. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. بعد الاطلاع على اوراق الدعوه وسماع المرافعه الشفهيه، حكمت المحكمه حضوريا على المتهمه حسنيه احمد فرحان بالاشغال الشاقه المؤبده. رفعت الجلسه. انا مظلومه، انا بريئه، انا مظلومه، انا بريئه. هو انا لسه ما رحتش في داهيه.
غصب عني. يا روح ما بعدك روح، كنت هتحبس. عشان ما تتحبسيش اتحبس انا، تلفي لي تومه وتشردي ولادي. صباح الخير استني. صباح الخير. في ايه عارف؟ صار غريب مستني ستك تحت يا فندم. طيب انا هلبس واجيله حالا. صباح الخير يا استاذ صقر. يا صباح الخيرات. اهلا. الحمد لله على سلامتك يا ستي. الله يسلمك. كل شيء عال العال. الحمد لله. كوثر هانم ما تاخذناش لاننا ما حاولناش نعمل معاكي اي نوع من انواع الاتصال لحد ما اطمنا ان خلاص القضيه اتحكم فيها وبقينا في امان. ايه شايفك مش مبسوطه؟ الحقيقه ما كنتش اتمنى ادخل الست دي السجن، كان نفسي يبقى في حل تاني. خطتنا ان احنا لازم نعمل حساب اليوم ده، لازم يكون في كبش فدا عشان حضرتك تطلعي زي الشعره من العجين. ما تنسيش ان قضيه زي دي بيوصل فيها الحكم احيانا للاعدام. انا صحيح نفدت من العقاب، لكن ما كنتش متصوره ان في نوع تاني من العقاب النفسي يعذبني طول الليل والنهار. يا ماما عايزك تحطي في دماغك حاجتين اتنين. اولا الأبيج يعني المكسب المادي الخرافي، وثانيا حبل المشنقه. عندك حق. نتكلم بقى في الشغل. بيتهيألي الوقت مش مناسب، انا اعصابي تعبانه ومش قادره اتكلم في اي حاجه. لا 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 لا، انا مش عايز الموضوع ده يشدك اكتر من كده. لا يا ماما، انسي، حاولي تنسي. المسألة عايزة وقت. نديكي وقت. على فكرة الشنطة دي فيها 250,000 جنيه كانوا ليكي عندنا. طيب مع السلامة. لا 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 لا, لا ميرسي قوي، خلي حضرتك مستريحة. أنا عارف السكة كويس. الشنطة عن إذنك. فرحانة بالفلوس. افتحي الشنطة واديهم، هتلاقيهم كتير، وحطيهم على الفلوس الكتير اللي عندك. ادي دول وحطي دول جنب دول وخليهم ينفعوكي، خليهم يجيبوا لك النور. كفاية كفاية. خير استهاني، خير في ايه؟ حضر العربية، عايزة اروح بيت حسنية. وليه بس كده يا استهاني؟ عايزة اروح لحسنية. حاضر حاضر، بس ايه يا استهاني؟ انا هحضر العربية. اتفضلي يا استهاني، اتفضلي. انت هو بس كله ورا مستني مع استهاني. معلش سيبهم يا عارف. هيعصبوك يا استهاني. طب ابعدي بس شوية يا حبيبتي. وانت اسمك ايه؟ محسوبك يا ست هانم عتريس. هتعرفيهم ازاي بس من بعض يا استهاني؟ على رأيك مش ضروري اسمائهم، انا كنت عارفة انهم 11 عيل، بس ما كنتش متصورة انهم يبقوا كتير بالشكل ده. لا كمان يا استهانم، دول عيال غير كل العيال. يعني ايه عيال غير العيال؟ احنا ناس غلابه يا ابويا. طيب انت الكبير؟ انا الكبير عتريس. انا عندي فكرة عن ظروفكم. ابويا خرج ما رجعش، وامي برضو خرجت ما رجعتش. طيب انتوا مالكوش قرايب، مالكوش معارف؟ الجيران كانوا بيعطفوا علينا كده بلقمه ولا اتنين، وبعدين اول ما لقوا العمليه طولت زهقوا. طب يا عتريس خد الفلوس دي ليك ولاخواتك. فلوس انت ما رحتيش مع اخواتك تاخدي فلوس ليه؟ أنا مش عايزة فلوس. انت اسمك ايه؟ وفاء. وعندك كام سنة؟ طول. يعني كام؟ 4 سنين. طب انت ماسكة فستاني ليه؟ أصل أنا حبيتك أوي، وعايزة أجي معاكي توديني عند أمي. اوديك عند امك؟ أصل أنت مش عارفة، زمان كان فيه هنا واحدة لذيذة أوي طيبة أوي اسمها أمتي، كانت بتأكلني وتشربني تحطيني، بعدين يا ستي مشيت راحت فين الله أعلم، من ساعة ما مشيت مش عارفة آكل. كفاية كفاية.
انا سألتك انت رايحة فين؟ انا هروح. مش انا قلتلك تاخديني توديني عند امي؟ طب افرضي ما لقيناهاش؟ هتبقى حاجة تحير. اقولك استنى معاك. يعني انت عايزه تيجي معايا؟ اه. طيب هاتها يا عارف. الله، ايه الحلاوه دي؟ ده انت بقيتي زي القمر. انت اللي قمر. يا بكاشه. انا مش بكاش، انت صحيح قمر وحلوة مش بكاشة زي الست دي. طب يا حبيبتي ادخلي بقى من الباب ده، هيحطوا لك الاكل اللي انت عايزاه. ما في هنا واحد جوه حاطط ترتر، اقول يجيب لي رز؟ يحط لك رز، يحط لك كل اللي انت عايزاه، وما تخافيش من حد. يلا يا حبيبتي. اسمعي يا داد. افندم مستني. وانت مروحه هتاخدي البنت دي تعيش معاكي، هتهتمي بيها، وكل مصاريفها انا هديها لك واكتر. اللي تشوفيه يستاهل. ومن وقت للتاني ابقي هاتيها لي عشان اشوفها. حاضر يستاهل. يا بنتي تعالي هنا. ايه في ايه؟ الست دي عايزة تاخدني معاها وانا مش عايزة اجي معاها. ليه يا وفاء؟ شوفي بقى لما اقولك يا اما توديني عند امي يا اما اقعد معاكي انتي. انا هنا تحت رجليكي في الحته الصغنونه دي عشان انا بحبك مش بتكشري زي الست دي. انا بكشر يا بنتي. والنبي تخليني معاكي وسكاني على الاكل. انا مش هاكل في الاربع رزات بس. يا حبيبتي 4 رزات بس؟ طب خليهم 2. خلاص يا دادا روحي انتي، بس هاتيلي شوكولاته من هناك. حاضر. كمان شوكولاته في صوت القلب. حبيبتي الحمد لله. سيادتك النهارده صبحه احسن. اصل نمت امبارح كويس وصبحه جعانه بشكل. الله، انت محضر السفره عشان نفر واحد؟ بس احنا نفرين. مين مع سيادتك يا فندم؟ وفاء. وفاء لطيفه بشكل ما تتصورش قد ايه سلتني. ما دام بتسلي سيادتك يبقى نحضر السفره نفرين. يا ست هانم. ايوه. في واحد بره عايز حضرتك اسمه صالح بيه. الله، وايه اللي جابه بدري كده؟ طيب انا جايه له حالا. اتفضلي استنى. يلا اوبا. ايوه. صباح الخير يا استاذ صقر. صباح الخير يا مصر هانم. جيت بدري شويه معلش. خير ان شاء الله، اتفضل. عمليه جديده انما خطيره. عمليه ايه؟ عمليه من عملياتنا. احنا بنشتغل في ايه يعني؟ انا تسببت في دخول واحده السجن مؤبد. ارجوك مش عايزه اسمع عنكم اي حاجه او اي عمليه انتوا بتعملوها. والله اذا كان ضميرك صحي قوي كده 2 خطوة وتعترف يا ماما وهم يصلحوا الوضع. استاذ صقر، المقابله انتهت، وارجوك مش عايزه اشوفك هنا تاني ولا اسمع صوت اي حد فيكم. اظن كلامي مفهوم وواضح. مع السلامه. مقابلة مش لطيفة لكن باي باي. مالك استهاني؟ مال القمر الكمين زعلان ليه؟ مفيش حاجه يا حبيبتي. هو الراجل ده كل ما يجي يعكن على سيادتك. لا لا، كان عكنن على 50 سايو. يا حبيبتي اسمع يا عم عارف، لما الراجل ده يجي هنا تاني ما تخلص عشان مش عايزين نعكن عليها تاني. ده احنا ما صدقنا سيادتك كنت صبحه كويس. هتبقى كويس. روح انت اعمل اللي في ايدك. يا بنت اسكتي. سيبها يا عارف وروح انت. حاضر استهاني. هقول لك نكته تروقك. قول يا حبيبتي. مرة واحد اتسرق في قرشين اتعفص. حبيبتي تعمل ايه يا وفاء؟ وهديكي عشان ما تغلطيش. حبيبتي يا حبيبتي. طب تعالي تعالي يا وفاء.
حبيبتي شوفي بقى انا جبت لك ايه. شفتي بقى؟ مبسوطة؟ مبسوطة. ربنا يخليك يا ماما يا حلوة. يا حبيبتي يا حبيبتي ربنا يخليكي انتي. يلا خدي العروسة بقى العبي بيها. ايه عارف؟ وديني الفلوس لاخوات وفاء زي ما قلت لك؟ والله يا فندم لما رحت من البيت لقيت البيت مقفول، وسالت الجيران قالوا ان كل واحد منهم راح في سكه وما يعرفوش عنهم حاجه. اما غريبة. على العموم انا عملت اللي عليا، ودلوقتي حضر لي العربية عشان نفسي افرح نفسي افرح. ما تفرحيني معاك يا استهان. وفاء اجبرتني انها تكون بنتي، ومن النهارده هتكون بنت رسمي. ايه هتتبنيها يا استهان؟ لا 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 اكتر من كده، هديها اسمي واسم جوزي. نعم. وسيادتك اللي توافق يا فندم؟ يا عارف انا باخد وبدي معاك في الكلام لان عندي ثقه فيك ومعاشراك اكتر من 20 سنه. حكايه وفاء دي مش عايزه اي حد يعرفها، والخدامين انا هغيرهم في بحر 3-4 اشهر. ايوه استهانم، بس البنت دي بالذات بنت الست اللي دخل لها السجن. بلاش دي بالذات. اسمع يا عارف، في حد بيختار اللي بيخلفه؟ في ست بتختار المولوده اللي هي عايزه تولدها؟ طبعا لا. بس انا عندي احساس كامل ان انا خلفت البنت دي، ويمكن ربنا بعتني ليها عشان اخلصها من الحرمان اللي كانت عايشه فيه. يلا يا عارف العربيه. كان حفل التخرج تجنن يا حضرة الظابط وضع. تعرفي يا ماما وانا ماشيه في الطابور عينيا ما كانتش شايفه حد ابدا قاعد في المقصوره غيرك. بيني وبينك انا كنت قاعده اقرا القران وادعي لك. اصلك قمرك ولاد الظابط. الكلام ده ما ينفعش مع الظبط والربط. لا في ظابط يتقال له قمر من هنا ورايح انا حضره الملازم اول وفاء نبيل المشتناوي. الله يرحمك يا بابا، كان يتمنى يشوفني في اليوم ده. الله يرحمك. يلا يا حبيبتي غيري هدومك عشان نبدا. طب احنا مش هنحتفل بقى بالمناسبه دي ولا ايه؟ طبعا هنحتفل. خلاص؟ طب ايه رايك بقى نعمل حفله كبيره ونعزم فيها كل اصحابي ودفعتي اللي اتخرجوا معايا؟ عايزيني فيها كل اللي انت عايزاه. ربنا وانا هخليها لك حفله ربنا يخليكي. ماما اقدم لك الملازم اول خيريه دي بقى كانت قاعده جنبي طول السنه واحنا في كليه الضباط التخصصي. يعني كنت قاعدين على تخته واحده؟ ايه تخته واحده؟ احنا عيال صغيرين ولا ايه؟ وانتوا فاكرين كبرتوا خلاص؟ هنكبر على حضرتك يا طنط. عايزينك ترقصي لنا يا وفاء. ايه؟ ارقص؟ في ظابط يرقص؟ طب وايه يعني؟ هو الظابط مش انسان ومن حقه يفرح؟ ايوه بس دلوقتي الظروف اتغيرت. ايه الظروف دي؟ يلا يلا. اهدي. بيقولوا ما دام الدكتور الكبير ده جه ان شاء الله كل شيء هيبقى تمام. بنتي اللي ماليش غيرها في الدنيا. جيب العقل سليمه يا رب. يا رب. حضرتك كوثر هاني والدة المريضة؟ ايوه خير يا دكتور. للأسف الشديد بنتك عندها فشل كلوي مزمن يقتضي سرعة نقل الكلية. نقل كلية؟ نجيب كلية، نجيب 2، نجيب 3. المسألة مش بالبساطة دي يا هاني. الكلية اللي محتاجاها بنتك كلية بني آدم، ودي ما بتكتبش في روشتة وتيجي من أجزخانة، دي بتتاخد من جسم بني آدم سليم. طب الحل إيه؟ هنعمل التحاليل والفحوصات اللازمة ونشوف نوع الكلية. لا يا هاني، لازم تتملكي أعصابك، المشوار لسه طويل. لازم بنت حضرتك تشوفك في حالة نفسية كويسة، لأن ده قطعا هينعكس عليها.
المهم دلوقتي في الكلية. بالظبط كده. نشوف دلوقتي هنجيب الكليه منين. خدوها مني انا طبعا. ايوه لكن لكن ايه؟ كبيرة في السن. مش بس كده، دي عمليه كبيره ومجهده جدا. صحيح الانسان ممكن يعيش بكليه واحده، لكن مع كبر السن اعتقد العمليه دي صعبه عليكي. انت بتقول ايه يا دكتور؟ انت بتتكلم على بنتي، اعز حاجة عندي. انا من غيرها ماليش وجود، حياتي كلها ملهاش قيمة. ارجوك يا دكتور ابتدأ من التحاليل. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. ايه اخبار المريضه بتاعتي؟ ما بتبطلش عياط يا دكتور. لا 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 وفاء، عايزك تبقى اقوى من كده. بقول لك ايه، انا المرضى بتوعي خصوصا اللي بيقضوا معايا مده طويله انا برفع التكليف بيني وبينهم. بهدوء كده. ايه اللي مضايقك؟ غسيل الكلى يا دكتور 14 ساعة في الأسبوع مرتين. وايه تاني؟ ده كل شوية في عز شبابها يا دكتور وتتعذب العذاب ده كله. شوف يا وفاء، انت قطعا في وضع احسن من اللي يبقى ماشي في الشارع وتنزل على نافوخ طوبه تجيب اجله في دقيقه واحده. انت بقى احسن ولا بتاع بطوبه؟ ها اخيرا ابتسمتي. امشي انا بقى. تصبح على خير. مع السلامة. جميع تحاليل الفحوص اثبتت تطابق كامل. يعني اقدر اقول لك لما ناخد كليه من حضرتك ننقلها لجسم وفاء، الجسم هيتقبلها ان شاء الله مش هينفذها. خبر عظيم يا دكتور. اللي مش مريحني انا بقى شخصيا يا كوثر هانم صحة حضرتك العامة من خلال الفحوص والتحاليل برضه قد لا تحتمل عملية زي دي. صحتي تساوي ايه قدام صحة بنتي؟ انت عاجبك منظرها ده؟ البنت اللي زي القمر اللي كلها نشاط وحيوية وفي احلى سنين عمرها يجرى لها كده؟ ان شاء الله لو دورنا هنلاقي حل تاني. هستنى شهر ولا 2؟ هستنى لسه تعمل تحاليل تنجح او ما تنجحش؟ عايزني اشحت كلية لبنتي يجي واحد يوافق وتاني يوم يقول لي لا؟ ارجوك يا دكتور ارجوك، الكلية هتتاخد مني انا. يا كوثر هانم واجبي ان انا احذرك اولا سنك وبعدين حالتك الصحية لا تسمح. دكتور يحيى، انا حياتي كلها ما تسواش يوم واحد تعيشوا بنت سعيدة، يوم واحد تعيشوا طبيعية زي اي بنت في سنها. دكتور يحيى، خد الكلية، خد الاتنين، خد دمي، خد قلبي، خد كل نبضة فيا، بس بنتي تعيش. ارجوك يا دكتور. وبعد كده مش هطلب حاجة ابدا، هدعي من ربنا اني اعيش 10 دقايق بعد العملية عشان اطمن انها نجحت وبنتي عاشت، وبعد كده ما عنديش مانع استقبل الموت بصدر رحب. كوثر هانم، انا بقالي 20 سنة جراح، شفت مواقف انسانية ملهاش اول ولا اخر، لكن صدقيني انا عمري ما اتحطيت في موقف مؤثر بالشكل ده. ربنا معانا ان شاء الله. بس ليا رجاء عندك يا دكتور، مش عايزة وفاء تعرف انها هتاخد الكلية بتاعتي لانها مش هتوافق. ازيك يا وفاء؟ فين اللي هيديني الكلية بتاعته؟ حالا هيدخل دلوقتي. كان نفسي اشوفه عشان اشكره. اي مبلغ هياخده قليل قصاد التضحية اللي هيقدمها دي. وفاء، عارفة اسمه بالكامل؟ وفاء. وفاء ايه؟ نبيل. عارفة اسم ماما؟ وفاء. وفاء. العملية هتاخد قد ايه يا دكتور؟ حوالي 4-5 ساعات. نفسي اغمض عيني وافتحها الاقي وفاء كويسة ان شاء الله.
المهم انت ازيك دلوقتي؟ دكتور، نعم. انا فتحت عينيا لقيت ماما نايمه على السرير، وبعدين بيدوها زي ما باخد بالظبط، زي المحلول اللي باخده ده. ها؟ مامتك يا ستي هي اللي ادت لك الكلمه. ليه كده يا دكتور؟ اولا لانكم انتوا الاثنين هتمروا بمراحل علاجيه زي بعض تمام. ثانيا مصيرها كده ولا كده هتعرف. اعتقد دي مسائل ما تستخباش، ولا ايه يا وفاء؟ ليه عملتي كده؟ ليه عملتي كده يا ماما؟ هي الكلية بتغلى عليك يا حبيبتي. حبيبتي يا ماما، ربنا يقومك بالسلامة. ما تتحركيش يا حبيبتي. انت اللي ما تتحركيش. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. ما تحرمنيش منك يا حبيبتي. صباح الخير. اهلا، صباح النور. لا الحمد لله، ده انت بقيتي عال عال اهو. البركة فيك يا دكتور. يا ستي انا ما عملتش اي حاجه. ليه التواضع ده؟ على فكرة أنا ما كنتش عارفة إن اللي عمل لي العملية من أحسن الدكاترة اللي في مصر. يا ستي أنت مش جراح شاطر وبس، لا، ده أنت كمان بتعرف إزاي تحط المرضى بتوعك في ظروف نفسية تخليهم ايه؟ تخليهم ايه يا وفاء؟ تخليهم يبقوا دايما مستنيينك تيجي تشوفهم. كل العيانين؟ طبعا كل العيانين. أنت ما سألتش على ماما ليه؟ شفتها تحت في الجنينه يا ستي. قولي لي انت ما زلتيش تتمشي معاها ليه؟ عشان أنا قاعدة مستنية الدكتور بتاعي لما يجي يشوفني الأول. دكتور، نعم. لو سمحت احنا جاهزين. انا جاي حالا. على فكرة احنا هنخرج بكرة. انا عارف. السلامة ان شاء الله. الله يسلمك. الحق العيان بتاعك. اوكي. بس زمانه قلق. ها؟ اوكي. ايه؟ انت مستنيه حاجه؟ لا ابدا يا ماما، مفيش حاجة. خلاص الشنط نزلت؟ الشنط نزلت. انت عايزه تقعدي ولا ايه؟ لا ابدا يا ماما، يلا. كويس ان لحقتكم. صباح الخير يا كوثر هانم. اهلا وسهلا. صباح الخير يا وفاء. صباح النور يا دكتور. كوثر هانم عايز اتكلم مع حضرتك في موضوع. اتفضل. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا وفاء. كوثر هانم انا طالب القرب منك. يعني الحقيقه انا اتفاجئت. ارجو انها تكون مفاجاه ساره. اكيد احنا ما نقدرش ننسى افضل. افضلي يا كوثر هانم، انا ما عملتش اي حاجه. على العموم ما دام متفقين خلاص. مين ومين اللي متفقين؟ حضرتك ووفاء. انا ما اتفقتش مع وفاء. دي اول مره تسمع مني الكلام ده. يعني انت بتطلبها من غير ما تتكلم معاها؟ انا رايي يا كوثر هانم ان انا ادخل البيت من بابه. حضرتك تساليها يا توافق يا ترفض. خلاص، ادي الجمال وادي الجمال. ايه رايك يا وفاء؟ كوثر هانم انا افضل السؤال يكون بينك وبينها. عندك حق، على العموم احنا مش هنلاقي احسن منك. لا اعتبر ده تاثير على وفاء ولا ايه؟ ماما العربية مش مستنية تحت. مش يلا بقى؟ اتفضلي. يلا اتفضلي. خش قدامي يا باشا رمضان، ما تنسي انك عسكري قدامي. ايه في ايه؟ البين مأمور قال لي ودي الواد المشبوه ده عند حضرة الضابط وفاء. طيب سيبه. فادي، اسمك ايه؟ عتريس. عتريس؟ ايوه عتريس. امال هيسموا الحرام ايه؟ عبد الحليم حافظ. اتكلم عادل، انت فاهم؟ يا حلوش انت. دلوقتي اتاكدت انك ظابط بحاله حقيقي. انت هتتكلم عادل ولا هم قاعده مستغرب؟ مش قوي كده حضرة الظابط. اللي على فكره اقول لك حضرة الظابط ولا ظابط هاني؟ اخلص خالص. عليا النعمه اخرس دي بتاعت لواء. يا واد بلاش لماضه، ولما اسالك سؤال ترد على قد السؤال وبس لو معورك. بالراحه يا مدام على نفسك، لا تكوني حامل، والنرفزه والعصبيه خطر على الجنين. ربنا يقومك بالسلامه انت واللي زيك يا اختي. احترم نفسك يا عتريس وكان كويس. ما بحبش ضرب بالايد. سماح. جايبينك هنا ليه؟ كل ما تحصل سرقه في دايره الكراكون يسحبوني، مع ان اللي اتسرق امبارح تحف ومجوهرات انا ما بشتغلش فيها. انا شغلتي لا مؤاخذه فيديو، تلفزيون، استيريو، هاي فاي، انما التحف والمجوهرات دي مش شغلتي، وباعها بالرخيص بتخم فيها لا مؤاخذه.
طيب انت بتسرق ليه؟ هوايه. مش بيقولوا عندكم ان العروسه تهوى التطريز وثقافتها الفرنسيه؟ انا اهوى السرقه وثقافتي الاميه. انت هترجع تتكلم عوج تاني؟ امال اقول لك ايه؟ انا بسرق عشان اهلي ما ربونيش، بسرق عشان الماما. شويه الريحه اللي حضرتك حطاهم دولت يوكلوا عيله اسبوع بحاجه. انت مالكش دعوه بيا وخليك في نفسك. اشمعنى انتوا بتاخدوا بالكم من نفسكم؟ خدوا بالكم مننا احنا كمان، احنا بني ادمين لحم ودم، بنجوع وبنعي. المجتمع مفتوح للعمل الشريف، ما تبصش لغيرك، اشتغل وانت ممكن تبقى احسن مني. انا ما عنديش فرصه ابقى مش حرامي. مش عارفه مصدقاك ليه؟ عشان بتكلم من قلبي، وعشان نص الحراميه مش عايزين يبقوا حراميه. انت سرقت امبارح؟ ما سرقتش لسبب بسيط. اتفضلي. ايه ده؟ جواب من مستشفى النيل. لسه خارج الصبح الساعه 12 وانا داخل الحرس تلقفوني. قعدت في المستشفى 4 ايام، مكتوب عندك الجواب. كنت عيان؟ امال كنت بتفسح. قالوا لي عندك لحميه في مناخيرك، عملتها حجه ودخلت المستشفى. منها اعمل عمليه اللحميه ومنها اكل العيانين. انت عملت اللحميه دي؟ استناني هنا. تمام يا فندم. تمام يا فندم. مش عيب تعمل تحيه لواحده ست. اسكت يا عتريس، ما توديناش في داهيه. افعالكم دي اللي جايبانا ورا. اوعى ناس ايدك. انا بيتهيألي يا فندم ان سرقه امبارح بالذات هو ملوش دخل بيها. ايوه بس ما يغركيش انه ما سرقش امبارح. ده ولد شقي ومتعب ومقرف. المهم هتعملي ايه وياه؟ والله يا فندم انا بيتهيألي انه ممكن اصلاحه. تبقى عملت فيه وفينا خدمه كبيره قوي. ده عارف المباحث. يا دوبك يخرج من قضيه شهر ولا شهرين ونرجع نقبض عليه في قضيه تانيه. انا هبذل كل جهدي يا فندم عشان احول مجرم زي ده لمواطن صالح. يا ريت تنجحي في ده. طيب يا فندم انا همشيه دلوقتي وان شاء الله ربنا يسهل وما ارجعش متهم هنا تاني. ما تتعشميش قوي كده، مش بالسهوله دي. ربنا يسهل يا فندم. عن اذنك. مع السلامه. روح يا عتريس. سيبوا عسكري. مش فاهم. ايه مش عايز تروح؟ الله، مفيش حجز 5 ايام ولا ضرب على البتاع؟ لا مفيش. مع السلامه. كمان مع السلامه؟ انا مش مصدق نفسي. نزل ايدك. ودي يا باشا يا باشا انا بسألك باكل بغاشا اكلك يا ودي يا باشا باشا يا باشا انا بسألك باكل بغاشا اكلك. الله التورتايه دي حلوه قوي، جايبينها منين؟ من الفانيرو، من عند سيد السمدوني. وانا تحت الطلب ما اقدرش ابدا ازعلك. اما العزول والحبه دول اما العزول. كان رأيي بقى تسيبك من حكايه الشغل دي، مش كده؟ ليه؟ انت مش اغلب الوقت بتشتغل؟ حاطط في البيت اعمل ايه؟ يا ودي يا باشا يا باشا انا بسألك باكل مباشا اكلك. يا ودي يا باشا يا باشا انا بسألك باكل مباشا اكلك. على العموم قريب قوي قوي هيبقى تلفزيونك. انا تحت الطلب ما اقدرش ابدا ازعلك 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 ازعلك. واد يا حرامي، واد يا اخويا. ايه؟ واد ايه؟ بقاسك بتاكل ببنت. بنت ده ايه؟ اهو احطه في عينك. اوعى. جبت الولاد ده منين؟ ما كنتش انا هجيبه منين؟ هجيبه من الرجل يعني؟ ما انت واكل بالله 4 ولاد قبل كده. جري يا زكي حرام الغسيل. اخوانا بتخوني يا زكي. تعالى حامد. 8 سكر على فانت.
وعايز منك 10 جنيه. بتاعت يا اخويا. حرام عشان بتخوني يا زكي، حرام الغسيل. طب خلاص مش هخونك تاني، مش هخونك. اتفضل. مش انا واكل قدامك بالولد. 10 واحده. اتفضل يا اخويا عيلك اهو. يبقى الاربع تولاد خلصوا طبعا. واد. لا استنى بقى. قوم هلا. قوم هلا. وسع غيرها انت اهو. اتفضل يا فندم. اهلا 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 حضرة الظابط هانم. احترم نفسك يا واد. تعزين قوي الحكومه يا زكي. 24 ساعه ما لحقتش تمر وجت حظ ظابط الجرجرني نفسها. اتفضل يا فندم جيب له بوري. ما باكلش سمك. البوري يا فندم مش السمك ده، البوري ده كرسي المعسل. لذيذه قوي اخر اموريه. امشي قدامي يا واد. على فين يا فندم؟ امشي قدامي. هيكون على فين؟ على السيمه؟ لما الفيلم اللي فات ده وحش قوي بايخ ما بيضحكش. امشي قدامي. دور عسكري. على اذنك يا زكي. زكي حرام الغسيل. السلام عليكم يا زكي محمود. خلي بالك معايا يا ولد. خلي بالك انا زكي جاي لك. ما تسرقش يا زكي. معايا يا ولد. تقول لي ما تسرقش. انا عايز افهم انتوا جايبيني هنا ليه؟ ده ما سرقتش. الله انتوا عايزين تلبسوني تهمه. مفيش حريه في البلد على ان نروح للمعارضه تسلط عليهم. اوعى تفتكر ان انا ممكن اتهاوش. بلاش الحركات دي معايا. اهدى كده اقعد عشان نعرف نتكلم. اقعد. اقعد فين؟ على الكرسي ده؟ ايوه. قدام حضرتك؟ ايوه. خلاص اقعد. تشرب ايه؟ بيبس. بيبس؟ شاي. خليني نجيب شاي لعتريس. حاضر يا فندم. شوفي قاعدين على كرسي تجيبي لي شاي، مش هقر على حد، يعني مش هقر على حد. وانا مش عايزاك تقر على حد. مش ده اللي انا عايزاه منك. هات من الاخر. عايزه مني ايه؟ عايزاك ما تبقاش حرامي يا عتريس. انا رئيس مؤسسه الدواجن. الشاي يا فندم. للاخ عتريس. ازيك يا جوافع؟ حلو الاخ عتريس. شوف يا عتريس، كل واحد فينا جواه الخير والشر، الحلو والوحش. احنا بقى عايزين نسك على الوحش، يعني بالبلدي كده عايزين نبقى نضاف وحلوين قوي. ايه رايك يا عتريس؟ طب وايه لازمتها قلبة الدماغ دي؟ عشان انا عايزاك تبقى كويس. طب انا عايز صور. ادي علبه سجاير اهي. ولو ان السجاير دي مضره على صحتك يا عتريس. حضرتك بتعامليني كأني بني آدم. انا متاكده انك بني ادم، وبني ادم كويس قوي. انا عايزاك تعتبرني زي اختك يا عتريس. لا انا في عرضك. الكلام ده كبير عليا قوي. انا مش حلو. وفيها ايه لما ابقى زي اختك؟ فيها حاجات كتير. انا متعود منكم على الضرب على السجن، انما عايز تفهميني ان ضابط بوليس يقول لواحد حرامي انا زي اختك؟ لا ده كتير قوي كتير. انا ما ارضاهالكيش الحكايه دي. مالك يا عتريس؟ انا عايز امشي. ما كانش في امر بالقبض عليا. لا مفيش امر بالقبض عليك ولا حاجه، وتقدر تمشي وقت ما انت عايز. انا حاسس ان انا كان ممكن ابقى كويس، بس خايف يكون القطر فاتني. لا لسه القطر ما فاتكش. هتيجي بكره يا عتريس، هفضي لك نفسي. ربنا يخليك يا فندم. هتيجي لوحدك. حاجه يا فندم. مالك يا وفاء؟ سرحانه في ايه؟ في موضوع شغلك؟ ايه؟ واد حرامي عايزين نخليه مواطن صالح. لا برافو، ينفع شعار كويس. يعني ايه؟ يعني يا وفاء الواقع العملي بيقول ان الحرامي هيفضل طول عمره حرامي والخاين هيفضل طول عمره خاين. ايوه بس واجب المجتمع انه يعالجهم ويخليهم مواطنين صالحين. شوف يا وفاء، انا رايي كجراح ان العضو الفاسد في الجسم يجب بتره فورا، والعلاج السليم في الحاله دي هو بتر هذا المنحرف. تعالي. طب وافرض بقى ان ظروف الحرامي ده اجبرته على كده. ظروفه دي شماعه بيعلي عليها اخطائه يا وفاء.
انا مش ممكن اتصور ابدا ان في انسان معدوم الضمير والانسانيه يهجم على ناس بالليل وهم نايمين عشان يسرقهم. مش يمكن مش لاقي ياكل؟ غير صحيح، مفيش حد ما بيلاقيش ياكل يا وفاء. يا اخي ده ربنا رحيم. يا وفاء انت عايز تقنعيني ان واحده زيك متربيه وعلى خلق وعلى قيم زيها مثلا زي واحده امها حراميه او تاجره مخدرات؟ طب وذنبه ايه اللي طلع لها امه حراميه او تاجره مخدرات؟ ما هو لو المجتمع بقى بطر الاشكال دي وعاملهم بمنتهى القسوه هيجي الوقت اللي هيقل فيه اللي امهاتهم حراميه وابهاتهم تجار مخدرات. مش يمكن تكون غلطان يا يحيى؟ لا انا على صح لغايه غيري ما يثبت لي ان انا على خطا. يبقى خلاص اتفقنا. على ايه؟ على ان الحرامي ممكن يتصلح وما يبقاش حرامي. يا روح قلبي يا روح قلبي يا حياتي انت بتحلمي. هثبت لك بقى اني ما بحلمش. ما هو على ما تثبتي لي بقى تعال ما اقول لك. اجي فين؟ حلوه دي كمان، حلوه. مساء الخير. كوثر هانم، مش معقول. ازاي صحة حضرتك؟ انت مش فاكراني ولا ايه؟ انا صقر. اهلا يا استاذ صقر. خدي يا حبيبتي، روحي انت ادفعي دول. اوكي. بنت حضرتك؟ ايوه. ما شاء الله ما شاء الله. انت جوزتي ولا ايه؟ ما انت عارف ان انا كنت متجوزها. لا بس معلوماتنا انك ما خلفتيش قبل ما جوزك يتوفى. المهم ازيك انت؟ والله هي ماشيه. غلطت غلطه كده ودخلت السجن. وطي صوتك. بس صراحه اهني حضرتك على بنت حضرتك. مش بنت حضرتك برضو؟ ايوه بنتي، ما انا قلت لك. ما شاء الله. واخبار الارانب ايه يا ماما؟ الحمد لله مستوره. خلاص يا ماما دفعت. مش تعرفينا ببنت حضرتك؟ بنتي وفاء، الاستاذ صقر صديق قديم. اهلا وسهلا. على كده حضرتك بقى كنت صاحب المرحوم بابا؟ لا والله في الحقيقه طبعا كان صديقي جدا. نستأذن بقى. انا كنت عايز افوت على حضرتك عشان نتكلم كلمتين. بس اصل انت حضرتك تتفضل تشرف في اي وقت. ميرسي قوي. ايه حكايه بنتها دي؟ جت امتى وازاي؟ ما تركبش. بقول لك يا عتريس، عايز يا زكي. الواد شرابي الهجام بتاع السبتيه ماله؟ عايزك في شغلانه سوق كده. وده عايز ايه؟ شغلانه سوق الله، بس مش في منطقتنا. واحنا ايه اللي هيحدفنا بره منطقتنا؟ والله هي جت كده بقى. جت كده ازاي يعني؟ مالك يا زكي؟ ايه ده انت بتبحلق زي اختك ليه؟ بص مالك يا زكي؟ بص وراك. بص ورايا ليه؟ يا جدع بص وراك. اوعى تكون حدين على قفايا. ايديا ايه؟ بص وراك. اهلا حظاظ. ده كلام رجاله، انت مش قلت انك هتيجي؟ انا حرامي وهو في حرامي له كلمه؟ الظاهر ان سياسه الذوق مش هتنفع معاك. هاتوا عسكري. حاضر يا فندم. يلا. بعد اذنك يا زكي، بس سلم لي بقى على شرابي. شرابي مين؟ مش كان شراب اجدع؟ ازيك يا محمد؟ ازيك يا اخويا؟ ازيك يا محمود؟ في الزوم. في الزوم. ما انا امبارح قعدت. امبارح حاجه والنهارده حاجه. كنت فاهمه انك بني ادم كويس. ايه هتعملي ايه؟ هتلبسيني قضيه عليا النعمه افتح نفسي في عشقه، اروح فيكم في داهيه، اروح للمعاطف اتصوت عليها. خلاص خلصت الشويه بتوعك؟ خلصت. انا بقى هحكي في المحضر ده ان انا فشلت في اصلاح الحرامي عتريس، وخليك بقى مقيد خطر. حضرتك واخده المسائل جد قوي ومعايا انا بالذات. عشان انا كنت فاهمه انك ممكن تبقى بني ادم كويس. ما انا لما بشوف حضرتك ببقى كويس، امشي الاقي نفسي اتقلبت. الظاهر انا شخصيتي مش حاجه. انت بالنسبه لي تحدي، وانا رايي اللي متمسكه بيه ان انت واللي زيك ممكن جدا تبقوا كويسين. فهمت؟ ما فهمتش، بس عليا نعمه انا عايز اكسفك، واللي تقولي لي عليه هعمله. يا عتريس. عايز بيبس. ما انا لسه هسالك تشرب ايه؟ بيبس. بيبس ولا شاي؟ شاي. ايه الحكايه؟ صاحبك اتاخر يعني، طول قوي مع الولايه. حكومه بقى يا نوره، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها. والحكومه دي عايزه منه ايه؟ علمك يا نوره. الكوارع هتبرد. بيسخنيها واشربي بقى رزق. يا فرحتي يا اخويا، ادي اللي بيجيلنا من الحكومه، نفضل نسخن. احنا يا جدع عايزين نرشد استهلاك البوتاجاز. ديك الكهرباء يا منوره. كلت؟
الحمد لله، اكل جميل. اول مره اكل في مكتب ظابط. ربنا يجعل مكاتب الحكومه عمار يا رب. فراخ بلدي مش كده؟ دلوقتي انت قلت لي بتسرق ازاي، لكن لسه ما حكيتليش ايه اللي خلاك تسرق. شوف يا ست الظابط بيه، انا كنت عايش مع اب وام والامور كانت ماشيه. صحيح كنا فقراء انما كانت ماشيه، وابويا كان دايما يشتكي من قله اللي في ايده. عيال كتير بقى. كنتوا كام عيل؟ انت فاجئتيني بالسؤال. كنا كام عيل؟ والله ما انا فاكر. كنا زينب وابو، كنا حوالي 11 عيل 12 عيل، بس انا كنت اكبرهم عشان كنت اطولهم. المهم بقى من غير كلام ولا حديد، هوب ما لقيناش ابويا في وسطينا. مات؟ فص ملح وداب. راح فين؟ الله اعلم. المهم في امي، الست دي عمري ما شفتها نايمه ولا عمري شفتها بتاكل. كل الوقت بتشتغل عشان تجيب لنا لقمه العيش بالعافيه، ولما تجيبها ما تدوقهاش عشان توفرها لنا. غريبة، أول مرة أسمع تعبير زي ده. ده انا غلبان. انا بقول كل اللي حاسس بيه، بجيبها كده تطلع كده. بس برضه ما قلتليش يا عتريس ايه اللي خلاك تسرق؟ اصبري، الطوق اللي ورا هم ما لقيناش شغل. اختفت هي كمان؟ يا ريت. امال؟ راحت السجن. ليه؟ اصلها كانت بتشتغل في المخدرات. انت مش لسه بتقول انكم ما كنتوش لاقيين تاكلوا؟ ما هو ده اللي مجنني. تشتغل في المخدرات ازاي واحنا على الحال ده؟ طبعا عمرها ما اشتغلت في المخدرات، لكن الناس ما عندهاش ضمير لبسوها التهمه. مين الناس دول؟ وليه هم بالذات؟ الله اعلم. انا مش قادره اتصور ان في ناس ما عندهاش ضمير بالشكل ده. ازاي حد ممكن يقدر ينام وهو ظالم بريء؟ المهم انت عملت ايه؟ انا كنت اياميها بشتغل صبي ميكانيكي، وفي رقبتي 11 ولا 12 عيل. ماشي؟ ماشي. ما يسيبونيش في حالي. الاقي الاسطى ما يندهليش الا تعالى يا ابن بتاعت الحشيش، روح يا ابن بتاعت الحشيش. الله، ده مامي غلبانه وانا باخد ملاليم، ما تسيبني في حالي يا اسطى. بس ايه؟ مره جاي متعكنن، سخنت ضربته بالشكمان في نافوخه. بس قضيت احداث بسيطه، خرجت لقيتها فركيشه. قبل كده كان في بنت تاهت، بعد شويه واد راح، خرجت ما لقيتش حد. اخيرا اعتدت في اخ وحيد يمكن هو اللي نفع، دبلوم تجاره. طب والباقيين؟ اتفضل يا فندم. اهلا 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 يا يحيى، اهلا. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ ابدا، لقيتك اتاخرت زياده عن اللزوم والتليفون بتاعك ده مشغول على طول على طول. الساعه 5 معلش، هو الوقت سرقنا بقى معانا. انا ما بسرقش حاجه. انا اسرق تلفزيون فيديو ستيريو هاي فاي، انما وقت انا ما سرقتوش يا فندم. الدكتور يحيى جوزي. اهلا سعاده باشا. اهلا بايدك يا باشا، خدها. ده بقى يا يحيى اللي كنت كلمتك عنه، ده بقى عتريس عبد الحفيظ الحرامي. مش عبد الحفيظ الحرامي، انا اللي حرامي. بس انا بقول لحضرتك اسمي بالكامل. ابويا ما عملش حاجه، انما ملزوق في اسمه الحرامي. انت رغاي زياده عن اللزوم. فعلا رغاي. هات الكرسي يا يحيى اقعد. اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم. هي ابويا ما بتطلعش من الهدوم، ما طلعتش من هدومي، انما يمكن تطلع في هدوم سعادتك. كرسي جديد يا باشا محمود. لسه قدامك شغل يا وفاء؟ لا خلاص انا خلصت يا يحيى. طيب بنكمل بكره ان شاء الله يا عتريس. طبعا خلصت. الساعه 10 الاقيك هنا قبل الميعاد يا فندم. السلام عليكم يا سعاده باشا. اهلا يا فندم. رايح فين يا؟ سيبه يا محمود. قلت لك سيبه يا محمود. حد الظابط مش هتاخد بالها، انت اللي هتاخد بالك يا محمود. انتوا اللي جايبيننا ورا يا محمود. ازيك يا اخويا استعوقك؟ راح لك على القلب. احسن، عشان يخلي لنا الجو وخد لي تصوير. مش كده يا عدريس؟ الله، ما تبرقليش يا نوره، ما تبرقليش يا اختي. امال بتاكليني كوارع ليه؟ مش عشان ابقى كويس. يا حبيبتي انا قلبي عليك انت، قاعده مع واد مجرم حرامي سوابق، بتضيعي وقتك وقت الحكومه في مسائل ما منهاش فايده. بس الواد ده هيجي منه نتيجه يا يحيى. يا حبيبتي انا مش بكسر لك مقاديفي، بس كل الاساليب اللي من النوع ده ما افتكرش نجحت يا وفاء. بص بقى، انا اللي بيعجبني فيك انك متمسك بوجهه نظرك، انا كمان يا سيدي متمسكه بوجهه نظري كده اهو. لتنظيم الأسرة. نورمينس حديد حبوب تؤخذ بالفم. نورمينس حديد حبوب يومية. لا تتردد في وصف نورمينست للسيدة التي تلائمها، فهي متوفرة الآن في جميع الصيدليات. نورمينست حديد من أسرة المستقبل.
سيب مراتك تعمل فمك كده اللي ده دمك خفيف يا محمود. بتاخد كام انت يعني في الشهر؟ كويس انك جيت في ميعادك يا عريس. صباح الخير يا فندم. لازم نعمل المواعيد يا فندم عند الحراميه مظبوطه جدا. ليه بقى؟ احنا هجامين بنحدد ساعه الصفر، بنعمل دراسه في الوقت الفلاني هيكونوا اهل البيت مش في البيت نايمين، وكل عسكري الدوريه مش في الحته، وكل عربيه اللي هتشيل بضاعه وصلت، واي غلط في المواعيد يبوظ العمليه على طول. اصلا يا حراميه مفيش حد بيتولد حرامي، الناس كلها بتتولد كويسه. الظروف والناس هي اللي بتحول البني ادم لمجرم او لشريف. فهمت؟ ما فهمتش. على فكره انت نبيه، بيتهيألي لو لقيت لك شغلانه كويسه تاكل منها لقمه عيش مش هيبقى في عندك سبب تسرق. تحب تشتغل ايه؟ وزير الخزانه في الارجنتين. اشمعنى الارجنتين؟ عشان العب كوره مع مارادونا. يا عتريس اتكلم جد. يا حضرة الظابط اي شغلانه تاكل عيش. ايه رايك في كشك سجاير؟ يبقى فيه شوكولاته وحاجات ساقعه ومناديل ورق. وده هجيب له فلوس منين؟ انت مالكش دعوه بالفلوس، الحكومه هي اللي هتدفع لك الاول عشان تبتدي تشتغل. طب والكشك ده امتى ان شاء الله؟ ده انا هبتدي من بكره ان شاء الله في التصاريح والاجراءات، وفي خلال 15 يوم كل شيء يكون منتهي. ربنا يسمع منك ويخليك ويسترها معاك ويقدرني يا رب ارد جميلك انا والحراميه يا رب. انت والايه؟ انا والقهوجيه. انا دي مش عايزه اسمعها مره ثانيه ابدا. حاضر. فاهم؟ خد. ايه دول يا فندم؟ دول 50 جنيه سلف مني، تبقى ترجعهم لي لما الحال يمشي معاك. خد وبقى فوت عليا بعد يومين 3 عشان تعرف الاخبار اول باول. يلا يا عتريس. ربنا يخليكي، ربنا يسترها معاكي. على فكره انا اول مره في حياتي ادعي لحد، مش عارف ربنا هيقبل مني ولا لا. ان شاء الله هيقبل منك، خصوصا لما تبقى صادق في التوبه. مش حضرتك سارة ليه؟ حضرتك بنت كوثر هانم. مظبوط. اهلا. هات النوتة يا سارة. نوتة ايه؟ سارة عنده سنة مراقبة في الاسم بعد ما خرج من السجن. هو حضرتك ظابط هنا ولا ايه؟ اهلا اهلا. ظروف سعيدة خالص. مش عايز نرفزه بقى يا نوره وكملي هرش في ظهري. انت اللي كلامك غريب قوي يا عتريس. بدل ما تفرحي لي. افرح لك انك هتسيب شغلك واكل عيشك. اكل عيش؟ ده اكل سحت، اكل حرام. ايه ده؟ انت جرالك ايه؟ ما كنت عال. كنت عال ابقى حرامي؟ يا اختي زكي حرامي الغسيل. احنا هننبخ يا عتريس. اعمل لك ايه بس يا نوره؟ المفروض تفرحي ان خطيبك واد مجدع هياكلك من عرق جبينه. وان شاء الله هتعمل لي شقه من عرق جبينك. هعمل لك بيت اخر هنا. موت يا حمار يا عتريس. بلاش تكسير المقاديف ده يا نوره. الله، في واحده في الدنيا تزعل ان خطيبها هيبطل سرقه؟ فكري في اليوم اللي ياخدوني فيه اتقفش، ياخدوني من الدار للنار. وبتفكر ليه في البلد قبل وقوعه؟ ما لازم افكر في اليوم ده يا نوره. لا، الكلام ده مش كلامك، ده كلام الست الظابط، هي اللي قلبت مخك. الواد زكي الحرامي هو اللي قال لك؟ هو في حاجه بتستخبى؟ مالك بتبرقي لي كده ليه يا نوره؟ امال عايزني اسبل لك عينيا؟ يعني من شطارتك قوي. ما تبرقليش يا نوره، انا برق ل10 زيك اهو. معاك حق تبرقلي، برقلي. صباح الخير يا حضرة الظابط وفاء. ازاي حضرتك وازاي كوثر هانم؟ ممكن ما تجيبش اسم والدتي هنا خالص؟ ممكن، بس انا جبت سيرتها بحاجه بطاله لا سمح الله. ايه اللي دخلك مكتبي هنا؟ جيت اصبح. طيب ممكن ما تبقاش تيجي تصبح وما تبقاش تيجي هنا خالص؟ قوي قوي. حاضر يا حضرة الظابط. مع السلامه. حاضر. صباح الخير يا فندم. تعالى يا عتريس اقعد. ربنا يخلي سعادتك يا فندم. مال سعادتك يا فندم؟ الراجل اللي خرج ده ما بشوفه بتعكنن، منظره بيعكنني. تحب روح اعمل لك على اللي يخلفوه؟ لا 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 مش للدرجه دي، وبعدين انت مش خلاص تبت؟ ايوه بس البت نوره اللي انا قايل عليها الظاهر بتعتبرني خيخه وبتقول لي كلام كده ملوش معنى. عايزاك تفضل حرامي مش كده؟ اه. معلش لما المشروع بتاعك هيتعمل كل شيء هيتغير. طب وامتى المشروع هيتعمل ان شاء الله؟ هي الاجراءات اتاخرت شويه انما معلش. اتاخرت كتير قوي قوي يا حضرتك. عتريس وبعدين انا عايزه يبقى عندك صبر، لازم تتعلم الصبر. ايوه بس انا دلوقتي لا حرامي ولا مش حرامي، انا بقيت مسخه في وسط الحراميه.
طيب الفلوس بكره هتكون موجوده. بكره؟ بكره. خلاص استنى لحد بكره. بس البنت بتبرقني. عم عارف افندم استنى. انا هديك شيك ب 2000 جنيه عايزك تصرفهولي، بس انا مش عايزه حد يعرف بالموضوع ده. حاضر استنى. خلاص؟ شكرا. اتفضل يا ساعتريس، ادي التصاريح اهي، واخترنا لك موقع هايل. جميله جدا التصريح، حلو منظرها حلو، بس الفلوس منظرها احلى. يعني التصاريح دي ما تنفعش تعمل كشك؟ تعمل يا فندم بس في المشمش. انا قلت لحضرتك المساله صعبه قوي. طب بس ادي الفلوس اهي. ده كام؟ 2000 جنيه. عشت فلوس لا يمين على الجنوب. لا، انت الفلوس دي مش هتاخدها، الفلوس دي هتفضل معايا انا، وكل واحد يخلص شغله يجي يقبض حقه مني انا. نجار، كهربائي، اصحاب البضاعه. ده انت ولا الملايكه، الاخوات ما عملوش مع بعض كده. لا مؤاخذه يا فندم، كلمه الاخوات دي طلعت غصب عني. معلش، خلينا في المهم. روح انت دلوقتي بقى عشان تبتدي شغل. حاضر يا ست الكل. سلام عليكم. تعالى هنا. نعم. المبلغ اللي هتعمل بيه كشك ده هيبقى دين عليك، مفهوم؟ يعني الحكومه مش هتديني الفلوس دي جدعنه؟ جدعنه؟ دي بقى ما اسمهاش جدعنه، دي اسمها بلطجه. انت بتاخد علشان تقف على رجليك، مفهوم؟ ايه رايك يا بنت نور؟ رايي في ايه؟ في كشك عدمت النظر. مش لما يبقى كشك الاول؟ كلها 3 4 ايام ويبقى اجدعها كشك. على فكره نوره، ايه؟ انا عايز احط لك تمثال مش تمثال، لا صوره 25 في 55 بالحجم الطبيعي. ليه يا اخويا ما تحط صوره حضرة الظابط احسن؟ يا ريت يا بنت، يا ريت ما ترضاش. لو انت كنت لو تحطها. وماله يا بنت، مش صاحبة افضل، نزل ايدك. نزل ايدك ايه؟ ما تبرقليش يا نوره، ما تبرقليش، ولما تتكلم على حد ظابط ووفاء تتكلم باحترام. يا اختي ذاك حرام الغسيل، اوعي ما تبرقليش. قوم يا حبيبي، ايدك بقى على الرهان اللي بيني وبينك. قوم. رهان ايه؟ ايه؟ بكره بقى باذن الله هيتم افتتاح كشك عتريس عبد الحفيظ. وبعديها بكام يوم هجيب لك تقرير رسمي انه بقى مواطن صالح 100%. يا وفاء يا وفاء، احنا بنشتكي من التجاوزات اللي بيعملها بعض التجار وبنتهم بعضهم بالجشع والسرقه. تقومي حضرتك توافقي على تاجر هو حرامي رسمي؟ طب هنعمل له ايه يا يحيى؟ هنعلق له المشنقه؟ افرض يا اخي ان اخوك وانحرف، هتعمل معاه ايه؟ مش ممكن بيئه صالحه هتطلع منحرفين. ليه؟ مش بيقولوا يخلق من ظهر العالم فاسد؟ يا وفاء، انت عايزاني ابني معتقداتي على امثله شعبيه، ومع ذلك يا ستي في المساله نسبيه. افرضي يعني طلع لي اخ منحرف، هيبقى انحرفه ازاي يعني؟ ايه، بيسهر شويه زياده؟ ما بيذاكرش دروسه يعني؟ طب وافرض بقى اني اثبتت لك بالدليل القاطع ان عتريس بقى مواطن كويس جدا جدا. مش هتقدري يا وفاء. لا هقدر. صدقيني مش هتقدري. لا هقدر. لا مش هتقدري. هقدر. ما تكسرش خلاص. شايفه حضرتك اسم عتريس من اعلى على الكشك ازاي؟ عالي يا عتريس، مبروك. واضح انك جايب بضاعه كويسه قوي. انا كنت هجيب مزيكه حسب الله، بس قلت انك مش هتدفعي لهم. الحقيقه حضرتك بتدقق قوي على كل قرش تصرف في المظبوط. خليك عملي، لما الامور تمشي معاك ابقى جيب اللي انت عايزه. مظبوط يا فندم. على فكره نسيت اعرفك على اخويا، ده الوحيد اللي لقيته من اخواتي، دبلوم تجاره وبيتكلم انجليزي. تعالى يا علي. ايوه عتريس. اهلا يا علي. اهلا بيك يا فندم. الحقيقه احنا مش عارفين نرد لحضرتك الجميل ازاي، خصوصا وحضرتك عارفه ان العين بصيره والايد قصيره. لا ابدا، ما فيش جميل ولا حاجه. اديها انجليزي. يس. البت نوره خطيبتي. ازيك يا نوره؟ اهلا يا حضره الظابط. من غير تبريق. طب يا عتريس انا همشي دلوقتي، خلي بالك من شغلك. مع السلامه يا فندم. مع الف سلامه. يا نوره، انت نازله تبريق عمال على بطاله بنت. تعالى يا محمد. قالوا لي عنك انك مرشد جدع. انا في خدمه العداله يا ست هاني. انت طبعا تعرف الوضع عتريس كويس. عايز المعرفه يا حضره الظابط. عظيم. انا بقى عايزاك تحطه في دماغك وتراقبه لي كويس قوي قوي قوي، وتعرف لي كل تصرفاته وتقول لي عليها اول باول. حاضر يا حضره الظابط. تمام؟ حاضر. مع السلامه. الله يسلمك.
يا خساره الرجاله، يا خساره الهجامين الحلوين اللي كانوا في الطلعه من دول يكسبوا شيء وشويات، دلوقتي قاعد تستنى تبيع ازوزه برشين ساغ. جرايه نوره، ليه اللغه دي معايا يا بت؟ لان الظابط خيبتك يا سيدي الهجامين. الله، ما تبطلي زن على وداني احسن لك يا بت، وما تبرقليش. انا عايزه مصلحتك. مصلحتي ان اكلها بعرق جبيني. عرق جبينك؟ ده كلام فوعليا. انت معجونه بميه امالسه؟ انت ايه؟ ما تبرقليش وقول لي. اسمع بس، انت دلوقتي في نظر الناس كويس وحلو، وفي نظر الظابطه بتاعتك كويس وحلو، تشتغل وانت متداري. وده انت متداري؟ قومي يا بت من هنا، قومي. عمليه الواد شرابي عمليه حلوه زي الفل، وقبل المدرسين ما يرجعوا من بره هي جت من مره. قومي يا بت من هنا وما تبرقليش، امشي من قدام السعادي. قول لي بقى هيبقى منظرك ايه لما اخلع منك؟ ما انت عارف كذا حرامي قايلين عليا. كذا انصل. قومي جاتك نصيبه. جاتك نصيبه انت، جاتك نصيبه انت فيك وفي اخوك سجع حرام الغسيل. انت غريب يا اخي، يا قاع المجتمع يا ولاد الكلب. يا اختي ايه الاخبار يا حامد؟ هيروح يسرق شقه النهارده. انت متاكد؟ زي ما انا شايف حضرتك بالظبط. عنوان الشقه دي فين؟ اهو يا فندم. تعرف مين اصحابها؟ كانوا مسافرين وهو فاهم كده، لكن بعد ما اتقصت عرفت انهم رجعوا النهارده من ساعه. انت متاكد من الكلام اللي بتقوله؟ ايوه يا فندم، هيروح يسرقها النهارده بعد الساعه 2 بالليل. طيب متشكرين يا حامد. تحت امرك. مع السلامه. الله يسلمك. الظاهر ان المجرم يفضل طول عمره مجرم. اهلا استاذ سلسعوني، فينك من زمان؟ اهلا. فينك من زمان يا استاذ سلسعوني؟ انا اهو ان شاء الله. عملت ايه مع الوليه؟ انا رايي انك تطلقها. ان شاء الله هطلقها. خير البر عجله. ادخل هنشرب كاسين مع بعض. لا منقوع الهوا. لا بس انا متوضي وداخل اصلي. طب اشوفك غدا. مع السلامه. مع الف سلامه. خليك عندك. حضرة الظابط وفاء. امشي قدامي يا كلب. انا غلطان. امشي قدامي. انا ما كنتش عايز اسرق. دلوقتي انت مش هتقدر تفتح بقك بكلمه واحده. انا ما كنتش عايز اسرق، العيال هم اللي وزوني. يا كنت هرجع في كلامي. امشي يلا قدامي.
اضرب الايد اللي اتمدت علشان تساعدك. فرغ المسدس في الدماغ اللي فكرت علشان تعمل منك بني ادم كويس. اضرب ساكت ليه؟ انا اسف، انا عملت كده ليه؟ اقتليني ارجوك، تقتليني. انت ظبطتني متلبس وبعدين جريت عشان اهرب. اقتليني، المسألة مش هكلفك غير طلقة رصاصة واحدة، وعلى رأيك كلب وراح. ولما انت ندمان الندم ده كله ليه فكرت تسرق؟ ليه خنت؟ ضعفت، زنوا على دماغي. امشي يا عتريس، روح لحال سبيلك، امشي. يعني ايه؟ يعني انا مش هعمل لك قضية شروع في سرقة. لا ده كتير عليا قوي، كتير. امشي دلوقتي من قدامي، امشي. مش معقول الدنيا فيها كل الرحمة دي. الحمد لله على السلامة يا استهاني. مساء الخير الأول. ازاي يا استهاني تسمحي لنفسك تيجي في وقت زي ده؟ يعني يا يحيى لما أكون عندي مرة في السنة مأمورية بالليل ما فيهاش حاجة. لا فيها حاجات كتير، أنا ما أقبلش أبدا أشوف مراتي راجعة وش الصبح. شغلي كده يا يحيى، أشتغل بالليل وبالنهار مع اللصوص ومع الحرامية. غلط. إيه اللي يجبرك ويجبرني على كده؟ التزامي ناحية شغلي يا يحيى. يبقى تستقيلي. الحكاية مش بالبساطة دي يا يحيى. يا وفاء أنا خايف تكوني بتهدي بيتك بنفسك. ما تقولش كده. أرجوك يا وفاء ما تجبرنيش، أنا عادي غصب عنك. أنت يرضيك إن أنا أعمل حاجة غصب عني؟ أنا كمان ليا حقوق، ومن حقي إن أنا أمنع أي حاجة شايفها غلط. أنت مش ليك حقوق وبس، أنا كل ملكك يا يحيى. أنت بلافة. يا حبيبي أنا ما أقدرش أبلف واحد في ذكائك، بس أنا عندي رسالة وعايزة أعملها. أرجوك يا يحيى تساعدني. إيه؟ أنت زعلان مني؟ شكلك زعلان مني. ده أنا أروح أموت نفسي أحسن. هعمل إيه؟ حتى مش مدياني فرصة عشان أزعل منك. ربنا ما يجيبش حاجة وحشة، بس أنت اديني فرصة أكسب الرهان وأثبت لك إن المجرم ممكن إصلاحه، وبعدين نبقى نتفاهم في كل حاجة يا يحيى. أنت بتحلمي يا وفاء، صدقيني بتحلمي. يا سيدي سيبني أحلم. الجدع عتريس بقى آخر تمام وبعد عن الحرامية. كويس، بس برضه خليك مراقبه. دي العيال الحرامية مفقوعين منه على الآخر. ما تستعجلش قوي كده لغاية ما نتأكد. حاضر حضرة الظابط. مع السلامة. الله يسلمك. اشوفك في الجامعة ابو عزة. مع السلامة اخويا. مساء الخير. نعم. نعم الله عليك. ما بتجيش انت؟ ما بتسألش انت؟ قلت اجي انا واسأل يا عتريس. سألت عليك العافية يا اختي. ايه هو ما كانش عيش وملح؟ العيش والملح لهم اصول، وانت سكتك يا بنت الحلال غير سكتي. يعني ايه؟ قوامة ركنا على الرف واحنا اللي كنا في العين والقلب. كلام كتير مش عايز. انا راجل دلوقتي بكسب لقمتي من على جبيني، ومش همشي غلط لو اتطربقت السما على الارض. فاذا كنت عايزه تمشي في السليم وترضي باللي ربنا بعته لنا كان بها، ما كانش انا ما جيتلكيش يا بايخه. الله 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 الله، ليه اللون الغامق ده؟ عشان انا اللي جيت لك. ومش كده وبس، صلتك باخوك حرام الغسيل دي تنقطع نهائيا. وكمان عايزني اقطع اهلي، وكل ده عشان ايه؟ عشان حته ظابط بلفتك. اخرسي اخرسي يا قاع المجتمع. الله 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 الله، الله ما يوصف رقبتك وريني حاطط كتافك. مش ناقص. السلام عليكم. حضرتك مش هترضى عني بقى؟ أنا بقيت فل والحمد لله، وعارف ربنا كويس. من الجامع للكشك ومن الكشك للجامع. ده حتى الإمام بتاع الجامع بيقول إن ربنا هيفتح عليا فتح مبين، وإن أنا هبقى كويس. ده هو اللي بيقول الإمام. أنا عارفة كل حاجة. ولما حضرتك عارفة مش عايزة ترضى عني ليه؟ طب وعايز مني أنا إيه دلوقتي؟
اذا كانت كل الناس بتقول عنك انك بقيت كويس. بس كل الناس في كفه وحضرتك في كفه. انا عايز تشجيع من حضرتك انت، هتفرق معايا كتير. نفسي احس اني بني ادم. طب يا عتريس، انا هشجعك ودلوقتي حالا. ازاي يا فندم؟ تعالى يا عتريس. اقلع الجزمه؟ تقلع الجزمه دي؟ تعالى يا عم عارف. اهلا وسهلا استاذ. ماما فين؟ في وظيفه يا فندم. الدكتور يحيى وصل ولا لسه؟ البيع وصول يا فندم. طيب اعمل حسابك معانا نفر زياده على السفره. مين يا فندم؟ اهلا وسهلا. عتريس. حاضر. الكرسي ده؟ ماما. ايوه يا حبيبتي. ابوسك الاول. معانا ضيف على الغدا. مين هو؟ تجربتي العظيمه. اخيرا اثبتت ان المجرم ممكن يبقى انسان كويس جدا لو الظروف الكويسه اتهيأت له. انا جبته معايا مخصوص عشان يحيى يشوفه بنفسه ويغير رايه فيه. وهيتغدى معانا؟ ايوه يا ماما. ايوه بس ده كتير قوي. ايه هو اللي كتير؟ ده بقى انسان كويس جدا. مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه، تعالي بس عشان تشوفيه. طب حاضر، هكلم في التليفون واجيلك. على الله بقى اكلنا يعجبك. لا اكل ايه يا فندم؟ انا مش هقدر. مش هتقدر ده ايه؟ انت هتكسفني ولا ايه؟ مش ممكن اقعد مع حضرتك ومع الدكتور الباشا على ترابيزه واحده. مش ممكن يا فندم. العلم ما تعلاش عن حاجه. ده بقى يا ماما عتريس. اهلا استهانم، اهلا بالعظمه كلها. عتريس؟ انا اسمي وحش، انما اخواتي كلهم اساميهم حلوه. كان اخواتي حوالي 11 12 13 راجل، وكانت امي بتدلعني قبل ما تخش السجن، كانت بتدلعني تقول لي عتروس، وكان ابويا هيخترع صابون يسميه ابو العتريس. الكلام ده قبل ما يفك من الملاحات. مش ممكن، مش معقول. انا قلت حاجه تزعل. عارف، تعالى. يا فندم استاذ. انت عارف الجدع اللي مع وفاء بره؟ لا ما اعرفوش يا فندم. مش فاكره؟ لا مش فاكره يا فندم. عارف ده يطلع مين؟ مين استاذ؟ اخو وفاء. نعم اخوان. ايوه اسمه والكلام اللي قاله بيأكدوا انه هو. وايه بس اللي هيخليهم يتلموا على بعض استهانم؟ ما الدنيا مليانه ناس كتير. مش عارفه، مش عارفه. ربنا يستر. جيب العواقب سليمه يا رب. يا رب. ماما. ايه يا ماما مشيتي ليه يا روحي؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجه. جوزك جه؟ لا لسه ما جاش. طيب انا مش هقدر اتغدى معاكم. ليه؟ مش عارفه، حاسه كده بشويه تعب. شويه تعب ولا ازاي كوثر هانم تقعد تتغدى مع ولد زي ده؟ لا لا يا حبيبتي، بس لو بتحبيني سيبيني استريح. يا ريت تغير رايك انتي. استنى. نعم. البنت الدكتور وصل وبيسال على الست. يلا جايه يا حبيبتي. تعالي بقى. روحي انت لجوزك عشان ما يقلقش عليكي. يلا. مش هتغير رايك؟ هحاول. يلا. يا رب، يا رب استر يا رب. اهلا اهلا اهلا. انت لسه جاي دلوقتي؟ بيعمل ايه هنا ده؟ ده بقى عتريس بعد التعديلات الجوهريه. ده بقى انسان تاني خالص يا يحيى. كل التقارير بتقول انه تاب. ده بقى بيصلي الوقت بوقته. وانا مكافأة ليه جبته هنا علشان يتغدى معانا، عشان يعرف ان الدنيا لسه بخير. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ يا اخ. نعم يا سعاده الباشا. نشوفك بعدين، مع السلامه. هو انا مش هاكل؟ مع السلامه، اتفضل بره. بره. يحيى ليه كده؟ ده معقول ده؟ تجيب لنا البيت حرامي محترف؟ بس ده ما بقاش حرام يا يحيى، ثم ان وفاء الكلام ده لا اقبله اطلاقا. فاني سمحت للانسان اللي ارتبطت بيها انها تتعامل مع اللصوص السوابق. ما يصلش بيك الامر ان النوعيات دي عليها بيتي. مش بس كده، تصل بيك السذاجه انك عايز تقعدي معايا على سفره واحده ببيتي ياكل. الكلام اللي بيحصل ده يا هاني المعتله. ايوه يا يحيى بس الكلام ده كبير قوي. انا استنفذت كل وسائل الاقناع معاكي. من غير انفعال. وفاء من اللحظه دي انتهت صلتك تماما بالمواضيع دي. ده شغل يا يحيى. وفاء مش عايز المناقشه توصل لاكتر من كده. ما تضطرنيش اقول لك اختاري بيني وبين شغلك. للدرجه دي؟
واكتر. واجبي ان انا احافظ عليكي، واجبي ان انا احميكي من الافكار اللي اقل ما توصف انها ساذجه وسطحيه. دلوقتي ردك يا هانم. انت عارف ردي كويس يا يحيى. انا مش عارف اي حاجه. بس انت قاسي قوي يا يحيى معايا. كان لازم افوقك قبل ما تختلط عليك الامور، ما تعرفيش اذا كنت راجل ولا ست. يحيى انت عارف شعوري ناحيتك ازاي. يبقى اختاري. ما جاتش يا عم محمود. بقول لك ايه، انت هتشتغل لي ولا ايه؟ واحنا فاتحين الاسم ده علشانك؟ بسألك سؤال يا اخي ريحني. ريح نفسك يا اخويا. اسمع، انا سامع ان الملازم اول وفاء هتستقيل. هتستقيل ليه؟ مش عرفني يا اخويا. يا نهار اسود، لا يكون حصل حاجه وحشه ولا يكون. بتقول ايه؟ بكلم نفسي يا محمود، لما اكون متضايق بكلم نفسي يا محمود. الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور الباشا جوز حضرة الضابط وفاء موجود دلوقتي؟ الدكتور يحيى في المستشفى. طبعا. بتقول ايه؟ والست وفاء هانم موجودة؟ وانت مالك انت؟ انا مالي؟ بسأل يا اخي، هو السؤال حرم؟ اصل الست بعافية شوية. عيانة؟ ايوه عيان. طب ممكن تقول لها عتريس؟ عتريس؟ يطلع مين عتريس دي؟ انا. انت؟ طب تتوكل على الله كده يا سي عتريس وتجيلنا يوم الخميس تاخد الصدقة. صدقة ايه؟ انا مش شحات. تبقى حرامي. الله الله الله، انا حرامي؟ ايوه شكلك كده حرامي. ما تشوف لنا فكة. عايش فكة والله. خلاص لما تفك بقى تروح. روح. انا خايف عليها قوي يا علي. خايف عليها ايه من ايه بس يا عتريس؟ خايف لو يكون الباشا جوزها ضربها بحاجه فتح نافوخها. دكتور محترم هيضرب مراته برضه عتريس. دكتور ولا مش دكتور؟ ما كل الناس بتضرب مراتاتها. لا 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 ما افتكرش. انا عايز اطمن عليها، انا مش عارف اشوف شغلي. ازاي واحده زي حضره الضابط تسيب شغلها الا عشان الشديد القوي، وانا خايف ان يكون الشديد القوي ده انا عايز اشوفها يا علي. اخيرا عقلت وحنيت للشغل يا عتريس. انا مش حاسس. نعم، امال بعت لي ليه؟ انا عايزك بس تأمن لي البيت. عايز اطلع البيت ان شاء الله يا رب بطلوع المواسير. هنطلع المواسير من غير ما نسرق يا عتريس؟ انت مش ليك حقك وتاخده. ولك ايه، ما تستهيفنيش اكتر من كده. انا استهيفت؟ انا مش حمار. ايوه بتعاملني على اني حمار. بقول لك ايه، كوتشينه وعديتها بمزاجي. مالها كوتشينه؟ في كوتشينه فيها 7 ولاد يا عتريس. ده انت قوم من جنب، انت واد بايخ. طب بلاش الكوتشينه. اختي. مالها اختك؟ ما قلت لك هتجوزها. قلت لك هتجوزها ولا ما قلتلكش؟ قلت لي وده كفايه يعني. طب وايه يعني يا هعديها بمزاجي، لكن طلوع المواسير من غير ما نسرق دي بقى اللي مش هعديها. مش هتاخد حقك. بقول لك ايه، ما تاخرش بسرعه. انت سامع اصوات الكلاب وانت عارف عقدتي من الكلاب. بسرعه. انت ايه اللي جابك هنا؟ وايه اللي دخلك بالطريقه دي؟ انا جاي اطمن عليك. تطمن عليا مش كده؟ على قد تفكيري، هم ما رضوش يدخلوني من الباب. انت اتجننت. انزل اوان، انزل اوان. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ بسرق بيه. اخر مره. عاجبك يا ست هانم؟ في ايه يا وفاء؟ هكسر. اخلص! قدامي! انا الواد ورايا على مطلب البوليس. مش معقول هو ده. ايوه هو ده اللي الهانم كانت عايزاه يبقى كويس فجاي يسرقنا. يحيى هشرح ما لك. تشرحي لي تاني، هتشرحي لي؟ عاجبك بيتنا انداس بالحراميه وتحقيق وبوليس ونيابه بسبب تصرفاتك؟ هات ورايا. تعال. مش يحيى انت هتعمل ايه؟ نزل ايدك، نزل ايدك، تغيير من العفاية. مساء الخير. يا سعادة البيه. ايه كمان ده؟ الواد ده بيه لقيته واقف تحت شباك اوضه النوم الكبير. جريت وراه، قفشته من قفاه، لقيت مع الحبل دي ومفاتيح الحراميه دول. جاي تسرق والحكومه موجوده وعامل لي هجام. ضيعت سمعتنا في الوسط.
يحيى انا عايز المحامي بتاعك. انا ضربت قبل كده. انا عايز المحامي بتاعك. الو بوليس النجدة؟ انا دكتور يحيى هاشم. ايوه في حالة سرقة عندي في البيت. خش هات انت وهو، خش هات انت وهو. مساء الخير يا حلوين. حلوين؟ دول حلوين؟ دول قاع المجتمع. اسكت لحسن نضرب على قفانا، ما تعمليش فيها معقر. معقر؟ ايه اللغات اللي بتكلمني بيها يا زكي حرام الغسيل دي؟ حرام الغسيل ايه؟ حرام الغسيل ايه؟ مش كفايه جبتني حبستني معاك هنا يا بلوشي. لو ما كانش الخالق اللي زيك تتحبس، مين اللي هتتحبس يا حرام الغسيل انت؟ قلت لك بقى لم حط هنا، حط هنا، انت لازم ترمي عليا اهو، حط هنا وهعمل لك مزرعه في الاخر. الحاجه اللي مخبطاني انا شفت ام حضره الظابط وفاء دي فين؟ هتكون شفتها فين يعني؟ انت يا ابني عايز تتلزق فيهم؟ انا شفتها بس فين مش عارف. الله يمسيكي بالخير يا نور يا اخي. يبقى فعلا كلامها طلع مظبوط. انت فعلا اتلخبطت. نوره كلامها مظبوط. اختك نوره دي ما تسويش حاجه. بس ما تسويش حاجه. مين اللي هينفعنا في النيله اللي احنا فيها دي؟ ما هي اللي هتجيب لنا العيش والحلاوه والحلو. بس انا متاكده ان ده ما كانش جاي يسرق. الله، مش شافوه هو بينط على المواسير وفي حرامي تاني تحت مستنيه بالحبال؟ يا امي يا حبيبتي، اللي جاي يسرق يخبط لي من البلكونه عشان انا اللي اقوم افتح له. ايه؟ يخبط لك؟ ايوه يا ماما، كان جاي يشوفني. اوعي تقولي الكلام ده يا وفاء، لو حد سمعك هيسيء الظن بيكي. وانا شايفه ان قرار جوزك قرار حكيم. انت مكانك الطبيعي هو البيت. انت مش عايزه تفهميني ليه؟ الواد ده ضحى بنفسه عشاني، غبي سلك طريق غلط. اوعي اسمعك تجيبي سيره عتريس ده بالذات. عتريس؟ غريبة ان حضرتك فاكرة اسمه لغاية دلوقتي. يحيى يا فندم انت برضه مش عايز تكلمني؟ كلمك اقول لك ايه؟ يحيى انا ماليش ذنب في اللي حصل. لو سمعت كلامي من الاول كانش حصل اللي حصل ده. عاجبك اللي احنا فيه ده؟ تحقيق وبوليس ونيابه وكلام فارغ. ايه ده؟ معقول ده؟ معقول يا وفاء ده؟ طيب خلاص انا هعمل اللي انت عايزه. تستقيلي. استقيل؟ ايوه طيب حاضر يا يحيى، هستقيل. كده كويس. من بكره هسلم العهده واقدم استقالتي. روح هات لي عتريس من الحبس. حاضر يا فندم. محجوز يا فندم. طيب سيبه انت دلوقتي واقفل الباب. حاضر يا فندم. اقعد يا عتريس. انا اسف يا فندم، اسف جدا على اللي حصل، غصب عني. حبيت اجي اشوفك حرامي بقى وبتصرف تصرفات حراميه. عملت لحضرتك قلق وعملت للباشا جوز حضرتك وعملت لوالدتك قلق. انا متاكده ان نيتك كانت سليمه، علشان كده انا لازم اشوف لك حل. ولا تشغلي بالك يا فندم، الا والدة حضرتك دي اللي شفتها. انا مواكب يا فندم. على فكره انا شفتها عندنا في بيتنا. عندكم انتوا؟ في بيتنا زمان قوي، ايام ما كان عندنا بيت. انت متاكد من الكلام اللي بتقوله؟ متاكد قوي حضره الظابط. وايه اللي هيجيب والدتي عندكم؟ يمكن من باب العطف، اصلها لا مؤاخذه جت بعدهم ما دخلت السجن. طيب وهي كانت تعرف والدتك منين؟ مش عارف اذا كانت تعرفها ولا ما تعرفهاش، بس غالبا كانت تعرفها لانها كانت مقهوره عليها قوي، ومش معقول حد يتقهر على حد من غير ما يعرفه. صحيح والده حضرتك غنيه قوي، بس كانت طيبه زياده عن اللزوم ومتواضعه زياده عن اللزوم، لانها جت عندنا في البيت وادتنا فلوس كتيره قوي. والفلوس دي وقتها نفعتكم؟ هي نفعتنا ساعتها بس ما فرحتناش. ليه؟ اتلخمنا في البيت اللي تاهت. كانت اصغر اخواتي، بنت صغيره واخر حلاوه طعمه جدا اسمها وفاء. قلبنا عليها الدنيا ما لقيناهاش. والدتك اسمها ايه؟ حسنيه. ماما تعرفي واحده اسمها حسنيه؟ بتقولي ايه؟
واحدة ست اسمها حسنية. مالها؟ تعرفيها؟ هعرفها منين؟ ويعني تطلع مين حسنية دي؟ واحدة ست غلبانة، أم الولد اللي اسمه عتريس. وانا هعرفها منين؟ أصل هو قال إنه شاف حضرتك عندهم في البيت. وانا بروح حتة انت ما تعرفيهاش؟ لا يا ماما، ده مش دلوقتي، ده زمان. يا حبيبتي انا ايه اللي هيوديني بيوت ناس زي دي؟ انا لا اعرف لا عتريس ولا ام عتريس. يعني حضرتك ما رحتيش؟ ابدا، قلت لك لا. يبقى لازم بقى عتريس اختلط عليه الامر. محمود عتريس يا فندم. سيبه يا محمود دلوقتي. حاضر يا فندم. اقعد يا عتريس. عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم، لا ينقصنا الا رؤياكم. عتريس، انت قلت لي امك اسمها ايه؟ حسنية. حسنية ايه؟ حسنية ايه؟ وانا ايش عرفني؟ انا اعرف اسم ابويا عشان اسمه لازم في اسمي. حاول تفتكر يا عتريس، كان اسمها حسنية ايه؟ انت حضرتك حامل؟ يا عتريس احنا بنتكلم جد، خلينا في موضوعنا. انا قلت يمكن تكون حضرتك بتدور على اسم ولا حاجة. هو حسنية حلو مش بطال. فندم. خد يا عتريس على الحجز. حاضر يا فندم. وانا ماشي دلوقتي. السلام يا فندم. الو. بتقول ايه يا استاذ محمود؟ ولا حاجه يا اخويا، انا قلت بتقول ايه؟ انا قلت حاجه. اتفضل بقى. انا قلت حاجه يا اخويا. لكن ما تعرفيش اسمها ايه بالظبط؟ انا كل اللي اعرفه ان اسمها حسنية وقضيتها مخدرات. انا قدامي الكشوف اهي، وطبعا فيها كذا حسنية. والله يا فندم انا اصلي بعمل بحث زي ما هو واضح عندي ستك في أيوه. التصريح. يا ريت حضرتك تساعدني عشان اقدر اتعرف على الست المقصوده. انت عندك كام عيل؟ عندي 3 وجوزي اللي بيربيهم دلوقتي. قولي لي يا ست حسنية، انت جوزك طفش قبل ما تدخلي السجن؟ انا كنت اتجوزت عشان يطفش، ده انا عفراء. انت من الملاحات؟ ملاحات ايه؟ ده انا حسنية ملكة الحضرة. انت عندك كام عيل؟ انا كنت قاطعة الخلفة بس جبت 2 بس عشان خايفة على صحتي اسم الله وعلى قوامي ان شاء الله. انتوا بتقفشوا كل اللي اسمهم حسنية؟ لا، وهنقفشهم ليه؟ انا بدور على واحدة اسمها حسنية عندها 12 عيل ومن الملاحات. عرفتها حسنية المظلومة. المظلومة؟ ايوه، احنا دخلنا لقيناها هنا دايما تقول انا مظلومة مظلومة، ودايما ترفع وشها للسما وتتطلب من ربنا. حتى جوزها هرب. تبقى هي. تعالي يا ستي. انت اسمك حسنية؟ حسنية احمد فرحان. انت من الملاحات؟ ايوه. جوزك اسمه ايه؟ عبد الحفيظ. الله يمسيه بالخير بقى ان كان عايش، والله يرحمه اذا كان مات. عندك ابن اسمه عتريس؟ عندي عتريس ومحمد وزينب واحمد وعلي ووفاء. وفاء اذا كانت عايشه زمانها بقت عروسه قد حضرتك. قدي انا؟ لا مؤاخذه. لا ابدا، ما فيش حاجه. انت دخلت السجن ليه؟ دي حكايه قديمه وطويله يا بنتي. معلش، اصل كلمه بنتي دي ماسكه بقي. لا 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 ابدا، ما فيش حاجه، خدي راحتك. 18 سنه بين 4 حيطان، لا اعرف حاجه عن ولادي ولا عن جوزي. تعبت قوي. ما قلتليش انت دخلتي السجن ليه؟ ما انا قلت لك دي حكايه طويله. مخدرات؟ ولا عمري شفتها ولا عمري اعرفها. يعني مظلومه؟ منها لله يا كوثر. كوثر؟ ايوه، كوثر انور الطايع. زمان ربنا انتقم مني. انت متاكده؟ متاكده من الاسم ده؟ حد ينسى جلاده يا بنتي؟ ده انت لو شفت الست دي تقولي انها ملاك نازل من السما. دي كانت بتعطف عليا وعلى اولادي، ولو تعرفي عملت ايه لما عرفت ان جوزي هرب. كل ده كانت مخبيالي مصيبه عشان تدخلني بيها السجن. طيب هي مصلحتها ايه في كده؟ عشان تخرج من القضيه. يعني
هي كانت بتشتغل في المخدرات؟ امال مين يا بنتي؟ انا؟ ده انا مش لاقيه اكل. مالك يا حضرة الظابط؟ مفيش. كلامي ضايق. انا غلطت في حاجه؟ لا. امال متضايقه ليه؟ مفيش. انا مضطره امشي دلوقتي. ما احنا قاعدين بنتكلم، ده انا قلبي اتفتح لي. معلش، في حاجه ضروري لازم اشوفها دلوقتي. هشوفك تاني؟ ضروري هرجع لك تاني. لازم اشوفك يا بنتي يا حضرة الظابط. حضرة الظابط. نعم. بلاش. ليه بلاش؟ لو محتاجه اي حاجه انا تحت امرك. انا ليا طلب بس يمكن يضايقك. أأمري. الامر لله يا بنتي، مسجونة تؤمر حضرة الظابط. لا قوليلي، عايزه ايه؟ عايزه ابوسك. هربني من ولادي، فكرتني بولادي. مساء الخير. كنت فين يا وفاء؟ كنت في السجن. ما شاء الله ما شاء الله. ده شغل يا يحيى. خلاص خلصت الإقسام، فاضل السجون. يحيى ده شغلي ولسه بخلصه. وبعدين من فضلك انا تعبانه قوي. ما انت طبعا تعبانه من الشغل. اسمع ما اقول لك، قدامك 3 ايام من النهارده تنهي كل متعلقات شغلك. قول لي انا اسف جدا، مضطر اخد موقف ما كنتش احب اخده ابدا. يحيى انت بتهددني؟ ما انت كمان بتوعديني وتماطلي يا وفاء، مش معقول كده. انا مش بماطل، انا عندي مشاكل كبيره قوي. مشاكل ايه دي؟ ممكن اعرفها؟ مش وش كفايه اللي انا فيه، كفايه. وفاء انت بتخبي عليها حاجه؟ مالك؟ وفاء مالك؟ يحيى انا يمكن ما بعرفش اعبر كويس عن اللي بحس بيه، لكن انت اكيد عارف شعوري ناحيتك. يا وفاء انا عارف شعورك كويس قوي، لكن ايه معناه الكلام ده؟ يحيى انت حساس وذكي، وانا سعيده اني مراتك. انا بحبك وبحترمك في نفس الوقت. مالك يا وفاء؟ في ايه؟ ارجوك افتكر الكلام ده مهما حصل. افتكر اني حبيتك قوي. اهدي كده، خدي حمام ونامي بس يا من فضلك يا يحيى، من فضلك. لا استحملني الايام دي لغايه ما ايه؟ وفاء انت مش قلت انام واحده؟ اه صباح رباح. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبتي. انت رايحه الشغل؟ اي. يا ريت يا وفاء تخلصي اجراءات الاستقاله بسرعه عشان يحيى متضايق من الموضوع ده. حاضر ان شاء الله. مالك يا حبيبتي، في ايه؟ ماما انت فاكره لما اديتيني الكليه بتاعتك؟ وايه اللي فكرك دلوقتي؟ انا عمري ما نسيت ابدا. انا كل ما ببص في وشك بحسد نفسي على كل اللي انا فيه ده. معقوله في ام في الدنيا تدي لبنتها كل الحنان ده؟ كل ام في الدنيا بتحب بنتها. ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الحب في قلب الام مع لحظه الولاده. مع لحظه الولاده؟ ما هو من حكمه ربنا ان اللبن في صدر الام بيظهر مع الحب والحنان. انا نسيت اسالك، انت رضعتيني؟ يعني ايه؟ يعني حضرتك اللي رضعتيني ولا رضعت صناعي؟ صناعي ده ايه؟ لا طبعا انا رضعتك الرضاعه الطبيعيه بتاعت ربنا، لكن ايه لازمه الكلام ده؟ انا همشي دلوقتي يا ماما. مع السلامه.
قضيتك اللي اتحبست فيها كانت قضية ايه؟ ما تخلي الطابق مستور. ما انا ممكن اعرف بسهولة. يا بنتي يا حضرة الضابط، ما تنكشيش في حاجة. النكش في الماضي يتعب. احنا ولاد النهارده. يعني ايه ولاد النهارده؟ انا بسألك سؤال ترد على قد السؤال. قضيتك كانت ايه؟ مدام مصممة كانت مخدرات. حضرتك عرفت والدتي ازاي؟ ده كلام. احنا قلنا ما يصحش نجيب سيرتها في الاسم. بقول لك عرفت والدتي ازاي؟ ما احنا قلنا برضو بيزنس. ايه هو نوع البيزنس؟ يا بنت الناس الاكابر بلاش بلاش. بلاش ليه؟ من غير ليه. يا باردون، عندي ميعاد بيزنس. اهو اتفضلي يا ستي. نبيل المشتناوي. وريني. عندنا بابات قبل ما اتولد ب4 سنين. في ايه يا حضرة الظابط؟ ليه عملتي كده؟ عملت ايه؟ ليه دخلتيها السجن؟ سجن؟ سجن ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. ليه كنت ماشيه غلط؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا وفاء؟ ليه اديتيني الحب ده كله؟ ليه اديتيني الكليه بتاعتك؟ الله، انت مالك النهارده؟ دلوقتي انا عايزه اعرف الحقيقه حالا. حقيقه ايه؟ حسنيه دخلتيها سجن ليه؟ وانت كنت ليه بتجري في المخدرات؟ وانا حطيتيني في الوضع ده ليه؟ ايه التخاريف اللي بتقوليها دي؟ سجن ايه ومخدرات ايه؟ في واحده تكلم امها بالطريقه دي؟ انا عايزاكي تقولي لي على الحقيقه. حقيقه ايه؟ تقولي لي كل اللي حصل. انت كنت بتتاجري في المخدرات مع واحد اسمه صقر، وبعدين وقعتي في قضيه، بعد ما وقعتي في قضيه لبستيها حسنيه، بعد كده خدتيني عملتيني بنتك. مظبوط ولا لا؟ دي مؤامره. انا ما اعرفش اي حاجه من الحاجات دي. مين اللي ملا مخك بالكلام الفارغ ده؟ ويقصدوا ايه؟ ومين اللي بيلعب من ورا ظهرنا؟ بس صدقيني يا وفاء، الكلام ده غلط غلط غلط. ده غلط. ايه ده؟ دي شهاده وفاه ابويا وشهاده ميلادي المزوره. غلط برضه. خدي قريها. وفاء، انا عشت في دوامه ايام طويله. كنت بقول يا رب كل الهواجس دي تطلع غلط، يا رب يطلعوا كلهم كدابين، لكن للاسف الحقيقه دلوقتي انا عايزه اسمعها منك. انا مين؟ بنت مين؟ ارجوكي قولي لي الحقيقه. انا مش عارفه اقول لك ايه دلوقتي. اقول لك يا ماما ولا اقول لك يا كوثر هانم؟ انا ماما يا حبيبتي. انا عايزه الحقيقه. سامحيني يا وفاء، كان لازم اعمل كده. تدخلي واحده السجن ورطه، وكان لازم اطلع منها. ايه اللي حطك في الورطه دي؟ غلط، غلطه كبيره كبيره قوي، غلطه عمري وبحاول اكفر عنها. وليني كفرت. ما فكرتيش فيا انا، ما فكرتيش في اليوم ده. انت عينيا يا وفاء، انت عينيا. واللي ولدتني قالوا لي حضرتك جيتي وطلبتيني، ما صدقتش وداني. اتفضلي. العفو يا بنتي. اتفضلي. العفو يا حبيبتي. اتفضلي. مالك يا روحي؟ كفالة الشر، بتعيطي ليه؟ دموعك نازله ليه؟ في حاجه مضايقاكي؟ انت عارفه انا مين؟ حضرة الضابط وفاء. لا. امال مين؟ انا وفاء بنتك. بنتي؟ بنتي. ايوه.
حبيبتي. أنا بنتك وفاء بنتك. برضه بتبرقي يا نوره؟ يا نوره بطلت تبريق. يا حبة هاني انا مش ببرقلك، انا بفتح عينيا قوي عشان تخش فيهم وتخش على قلبي من غير لا احم ولا دستور. الله، يعني وانت زعلانه بتبرقي وانت مبسوطه برضه بتبرقي؟ خلينا في المفيد. خلينا في المفيد. الله يرحم والدك. اسكت. انا قومت لك حته محامي جدع قوي وظرفته العربون. ظرفتي العربون؟ انت لسه واقفه يا خاله؟ حلوه خاله دي يا بنت نوره. نعم خالة ده ايه؟ سلامة الشوف يا شويش، انا من دور ولادك. هو شايفك خالته فيها ايه يعني؟ والحل ايه؟ الحل في ايد ربنا يا بنتي. انت لازم تطلعي من السجن، لازم الظلم يتشال عنك، لكن في الوقت اللي هيتشال فيه الظلم عنك ما هي اللي هتدفع الثمن هي برضو امي، يعني المظلومة امي، واللي هناخد طارنا منها هي امي، اللي لازم تخرج من السجن امي، واللي تدخل السجن امي. شايفة الحيرة اللي انا فيها؟ ما تشغليش بالك يا حبيبتي بيا، انا خدت على الظلم، خدت على الضلمة والسجن، ما عادتش تفرق معايا. لكن انا تفرق معايا كتير كتير قوي. انا ما اقدرش اسيب امي اللي ولدتني وادتني الحياة مسجونة وهي مظلومة، ما اقدرش. انا ما عدتش بكرهها، اللي سمعته منك عنها مسح كل اللي عملته فيا. لكن ما يمسحش اللي عملته في اخواتي، ما يمسحش ابدا انها شردت عيلة بحالها. عملت علشان كتير. طب واخواتي اسمتهم كده، مش يمكن كانوا طلعوا احسن مني؟ الفقر كان هيشدهم لورا. احيانا الفقر بيبقى حافز للنجاح. هتتدخلي في حكمة ربنا؟ بس ربنا ما يرضاش بالظلم. هتعضي الايد اللي اتمدت لك؟ ما اقدرش، ما اقدرش، دمي ملكها. بالراحة على نفسك يا بنتي. وانتي ما رحمتكيش ليه؟ ما رحمتش اخواتي ليه؟ اللي راح واعتبارك يترد فيكي، وشبابك. انتي شبابي، وعمرك اللي ضاع. انتي عمري اللي جاي. وانتي لازم تخرجي من السجن. رايحة فين يا بنتي؟ هرجع لك تاني. حاضر يا فندم. حضرتك ايه اللي مزعلك كده؟ وايه اللي مقعد حضرتك لغايه دلوقتي؟ كويس ان حضرتك بعتيلي عشان اشوفك. انا هتروح على العلومان بكره. الحب الحقيقة مش هسيبك تدخل السجن مهما كان الثمن. وانا ما يرضينيش انك تعرضي نفسك لمشاكل بسببي، ده انا موت نفسي بسبب حاجه قد كده وتحصل لك. انا ما يرضينيش ان مظلوم يدخل السجن، خصوصا اذا كان ده اقرب الناس ليا. اخويا. اخوكي؟ عشان كلنا ولاد حواء وادم. لا اخويا، اخويا. مين؟ بتقولي ايه؟ حضرتك بتقولي ايه؟ انا اختك. اختنا؟ اختك وفاء. وفاء؟ انت حسن يا عبد الحفيظ يا عتريس. طب انا هو ده المظبوط، هو ده المظبوط يا عتريس. اهلا
وسهلا يا استاذ. خليك. انت عارف ساعتها الساعه كام دلوقتي؟ انا بقالي 10 ساعات بجري. اسمع بقول لك، انا الاحوال دي ما تعجبنيش. بس كنت فاهم ان انا اقدر استحمل اكتر من كده تبقى غلطانه. انطلق. ساكته ليه؟ يحيى انا اللي جوايا مفيش حد في الدنيا يقدر يتحمله. كلام الكبير ده استاذ بيزعلني قوي. انا ده معناه اني مش حياتي كمان واللي فيها اسرار حضرتك مخبيها عليا. ايوه في اسرار يا يحيى. اسرار؟ اسرار ايه؟ بكره تيجي معايا النيابه علشان تغير اقوالك. اقوال ايه اللي غيرها؟ تقول ان عتريس ما كانش جاي يسرق. هي دي الاسرار؟ ايوه لان عتريس مظلوم لازم يخرج من السجن. عتريس مظلوم؟ مظلوم؟ ايوه كان جاي يشوفني يا يحيى. يشوف حضرتك في اوضه النوم؟ ايوه خبط لي وانا اللي فتحت له. ايه التخاريف دي؟ انت اكيد اتجننتي، مش عارفه بتقولي ايه. انا بقول الحقيقه. انهي حقيقه؟ عتريس اخويا. اخوك يعني ايه؟ اخوك في الانسانيه والجمل اللي انت عماله تقوليها دي، مش كده برضه؟ اخويا ابن امي وابويا. يعني ابن كوثر هانم ونبيل المشتناوي؟ لا احنا ولاد واحده ست غلبانه اتحكم عليها بالسجن مؤبد، واب اسمه عبد الحفيظ. عيله كانت بتكمل عشاها نوم. كوثر هانم امي دخلت امي السجن. مش مصدق اللي بسمعه ده. يا نهار اسود. يحيى تقدر تطلقني، انا هتحمل الصدمه، بس انا ليا رجاء عندك. بعد ما تطلقني تروح النيابه تشهد تقول ان عتريس ما كانش جاي يسرق. وانا اسفه اسفه قوي يا يحيى على كل اللي تسببته لك. انا انسان عكس كل مبادئك واخلاقك. امي مسجونه واخويا حرامي واخواتي متشردين، وامي التانية غلطت في حق الناس والمجتمع. بس اعمل ايه؟ ما كنتش عارفه. وفاء انت قولها يا يحيى. نأجل الموضوع ده لغايه ما نخلص موضوع عتريس. لا يا يحيى، انا مش عايزاك تروح النيابه في اي صله بينك وبين عتريس. خلص موضوع عتريس الاول وبعدين نروح للمأذون، بعد كده كل واحد يروح لحاله. انا مش فاهمه اي حاجه، انا مخي بيلف يا جدعان. مش هنسجن ازاي اذا كانوا شهدوا علينا اننا كنا داخلين نسرق؟ يا ابني يا زكي يا حرام الغسيل، ما هم جوه عند البيه وكيل النيابه بيعدلوا شهادتهم. بعد ما طلعت تهريبهم. وطي صوتك. وطي صوتي ليه؟ انا بقول يمكن سمعت غلط ولا حاجه. انت هتجنني يا جدع انت؟ مش معقول كمان اكون اخو حضره الظابط. ليه؟ مش هي اللي قالت؟ يعني انا نسيب البيت دكتور الباشا اللي جوه عند وكيل النيابه؟ انت هتجنني يا عتريس. ما تبرقليش يا نوره، الموضوع ده بالذات مش عايز تبريق، وانت كمان ما تبرقليش. ابرقلك ازاي يا ده انت حبيب قلبي، انت مش رحت اخو الظابط. حازم انتباه. مين الهلومه اللي مع الظابط ده عتريس؟ باشا جوز اختي. اطمن يا عتريس. ربنا يخليك ليا يا سعاده الباشا، ايدك خدها يا باشا. عايزين من ايدي؟ واحنا نقدر نستغنى عن سعادتك؟ على فكره يا باشا انا يعني قلبي زي البفطه البيضاء، مش زي البفطه البيضاء، زي الترجال عشان يعجب سعادتك. انا كويس قوي، انا عارف بشكل بيضايق سعادتك. والبيت اللقمه دي انا ما اعرفهاش. يا عتريس انا كمان ما اعرفهاش سعاده البيه. خاصه انت والواد ده كمان ما اعرفوش. الاثنين دول قاع المجتمع. وبعدين يا سعاده الباشا انا لما بستحمى ببيض ومناخيري بتصغر وبتدخل لجوه، وليه اخ دبلوم تجاره بيتكلم انجليزي لبلب يا باشا. اسمع ما اقول لك، هخلص خالص يا باشا. انا عارف ان انا بلبخ كتير بس اعمل ايه، تفكيري على قدي. انا خدام سعادتك يا سعاده الباشا. عتريس ما تقولش كده. حاضر استهاني. ايه ست هانم دي؟ في حد بيقول لاختي يا استاذ هانم؟ انا شخصيا مبادره. انا مضطر امشي دلوقتي واللي اتفقنا عليه هيحصل. توصل لك الورقه. الباشا زعلان من ايه؟ وايه حكايه الورقه دي؟ مفيش. اوعى كل حاجه وحشه، احنا عالم لبط.
سيبيني احنا. المهم انت يا استوفاء. انا مش ممكن هسيبكم. انا همشي دلوقتي يا عدريس، وهم هيعملوا الاجراءات عشان تخرجوا، وبعد ما تخرج نبقى نروح لامنا في السجن. حاضر. عدريس خلي بالك من نفسك. شوف الحلاوه ده زكي، شوف الحلاوه بالتنوره بتقول لي خلي بالك من نفسك. الله، مش اختك يا عتريس. وبعدين تعالى هنا، ايه حكايه ما اعرفش بيت نوره دي؟ انت اول هتتبرى مني عشان طلعت لك اخت ظابط؟ ببلعك ليهم شويه بشويه. تبلعني يعني ايه؟ ما تبلعنيش يا نوره، والله ما تبلعنيش يا اخي. بتبلعيني ليه يا عم؟ بتبلعيني ليه؟ صوت البصل الواد وسط. اهلا اهلا يا عتريس بيه. طبعا. اهلا. عاوزين يخش البيه وكيل النيابه. اتفضل يا باشا، اتفضل الاول. اتفضل. مساء الخير. وفاء، انا جاي عشان حاضر يا يحيى، طلع حضر الشنط. انا مش جاي عشان الحاجات دي يا وفاء. اي حاجه هتؤمر بيها يا يحيى انا هنفذها لك. انا عارفه ان انا اتسببت لك في مشاكل كتير، ارجوك اتصرف من غير حرج. كل الشواهد كانت بتقول انك من اسره عظيمه، والدليل انت يا وفاء، مثال للانسان اللي على قيم وخلق. انا فكرت ولقيت ان الفارس الشجاع صاحب القيم والاخلاق ما يتخلاش عن موقعه في وقت الشده. وفاء، انا ما احبش اكون فارس جبان. يحيى انت يوم ما اتجوزتني كانت ظروفي مختلفه. انا دلوقتي مش مناسبه ليك، مش عايزاك تبقى مكسوف مني. انت ما شرفكش ترتبط بواحده اهلها. يا وفاء، انت قدري والقدر ما بيتعاندش. انا اخترتك وانت مالكيش ذنب. انت سبق قلتي لي انك مخلوق عكس مبادئي. بالعكس يا وفاء، انت بالذات فيكي كل مبادئي. صدقيني. يحيى يحيى بلاش عياط يا ماما، بلاش عياط. تعبانه أوي، تعبانه. كوثر هاني فين؟ راحت تبلغ عن نفسها في النيابه. حتى كوثر هاني فارس شجاع. بس امي هتتسجن يا يحيى. مفيش حل غير كده. اعمل ايه؟ لازم نقف جنبها. اعمل ايه؟ لازم نقف جنبها في محنتها يا وفاء. يلا بينا يا حبيبتي، يلا. طمنيني يا ماما، ايه اللي حصل؟ خير يا استاذ، خير يا كوثر هاني. للاسف مش هتعاقب على كل اللي عملته في حسنية. ايه اللي حصل يا استاذه؟ القضية بتاعت كوثر هانم أيوة. اللي خلت الست حسنية السجن أيوة. سقطت بالتقاضي. طب الحمد لله يا ماما. طب ممكن اعرف ايه اللي هيحصل في الست حسنية امي؟ هنعمل إجراءات إعادة المحاكمة لظهور أسباب جوهرية جديدة. أيوة. وهنرفع قضية رد اعتبار. انا تعبانه، ضميري مش مستريح. في حل تاني يا كوثر هاني. انا مستعده اعمل اي حاجه عشان اعوض حسنية على السنين اللي فاتت. انا رايي انك تخصصي كل ثروتك للاولاد اللي اتشردوا كديه شرعيه تهيئ لهم بيها حياه كريمه. ولازم ندور على الاولاد دول وباذن الله هنلاقيهم. وانا عليا التوجيه والنصح وتهيئ الجو مناسب ليهم عشان يبقوا بني ادمين كويسين. انا موافقه اديهم عمري، بس ربنا يسامحني وانتم تسامحوني. انا رايي ان احنا بالطريقه دي يبقى عملنا حاجه كويسه جدا للمجموعه دي، مش كده؟ يحيى انت بتقول كلام اللي ما كانش عاجبك. وفاء، انت اثبتي لي ان البيئه الطيبه بتخلق انسان عظيم. انا فخوره بيك قوي يا يحيى، ودلوقتي انا عايزه اشوف حسنية عشان اخليها تسامحني. انا رايي ان احنا كلنا نتلم في حته واحده، مش كده؟ ونعيش يا يحيى ونعوض امي كل اللي شافته. امك ايه يا عدل؟ مسامحاني من قلبي، مسامحاني. كفايه اللي عملتيه لبنتنا. يا غدا أما عتريس، عتروسه. أما صحتك كانت على السجن يا أما. يا ولد علي أهو، علي خش علي، خش علي.
امال بنت اخواتك فين؟ هنلاقيهم ان شاء الله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ان شاء الله موضوع المستشفى الخاص زي ما اتفقنا هيخلص، وكل واحد من ولادنا هيلاقي شغل. ربنا يخليك ليهم يا ابني. اتفضلي. الموقف متأثر. لا اتفضل. لا معلش يا دكتوره باشا، اتفضلوا معايا اتفضل. تعالى كمان يا دكتور والمرشيد ورانا. تعالوا يا جماعه اتفضلوا. حطور انا اللي اجرت الحطور يابا. اركب يا علي، اركب علي جنبك. جنب هنا يا علي. تعالى تعالى يابا اطلعي. اطلع حضر الظابط وفانا الدكتور الباشا. اقعد انت جنب الستات وانا هقعد انا وعلي. يلا يا علي يلا يا علي بالصلاه على النبي. جاهزين يا محمد؟ يلا يلا يلا.